عامل ايه؟ الشرف ليا اني ابقى معاكم. ربنا يخليك كابتن، منور. كل سنه وانت طيب يا اسلام. حبيبي يا فندم. وحشتنا حتى طيب. في نادي الصيد من يوم الاثنين، شويه البسبوسه اللي كنت بتقدمها لنا الحلوه. الله يخليك. لعيب جامد يا جماعه بصراحه. انا ما شفتوش في الملعب، لما لعبنا معاه في الخماسي لا صنايعي جامد جدا. ولاعب كوره صحيح. جامد، ولو خبطت فيه تتاذي. حبيبي كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. انت طيب يا فادي وشكرا على حبيبي الكلام حبيبي الجميل. عايزين ناخدك كده في رحله في يعني في حياتك كلها اللي منقسمه الى 3 4 5 محطات. هروح للمحطه الاولانيه، محطه المقاولين العرب، ودي طبعا محطه بالنسبه لك محطه رئيسيه، يعني محطه رئيسيه في حياتك قبل ما تلف وتسافر وتحترف وليرس وبلجيكا وكل الحاجات الحلوه دي. هنبتدي بالمقاولين العرب. احكي لي عن بدايتك في المقاولين العرب، سنه كام لغايه اما رحت مع كابتن حسن شحاته كاس العالم؟ تمام. البدايه طبعا انا الاول كنت لسه راجع من السعوديه مع والدي الله يرحمه يعني. وبدايتي كانت نادي مدينه نصر. رحت أول حاجة. اول ما جيت كنت رايح يعني كان بيوديني النادي على اساس ان هو زي اي اب معايا في النادي اللي احنا مشتركين فيه زمان يعني. بالظبط. قعدت شهرين 3 ولعبنا ماتش ودي كده مع المقاولين. كنا صغيرين، كان عندي 7 سنين يعني، فكان ماتش فاني يعني 5 ضد 5. فكان الدكتور محمد علي هو كان رئيس قطاع الناشئين الله يرحمه. الله يرحمه. وكان الكابتن مصطفى جودة هو مدرب الفريق في نادي المقاولين، وطلبوا ان انا اروح. فرحت اختبر يوم واحد بالظبط، وبعد كده طلبوا الاستغناء بتاعتي من نادي مدينة نصر، وبدات بقى مشواري مع المقاولين. انت طول عمرك جسمك فارق عن اللي قدك، يعني انت يعني اطول شويه يعني بالظبط فدي كده. كانت مدياك ايدج حلو بالظبط. يمكن الطول كان ميزه عندي من وانا صغير، مش كده؟ وبدات طبعا في فريق كان حاجه غريبه جدا. انا يعني كنا من مواليد 80 من 81 ل 83 كنا فرقه واحده. ايوه زمان كانت كده. فكنا كلنا مع بعض زمان يعني. كان انا تحت كنت انا من اكبرنا كان محمد عز. ايوه كان اكبر لعيب فينا، واصغرنا كان تامر عبد الحليم، كان جول لعب لحد الفريق الاول في المقاولين كمان. صح. انت كده اصغرهم، انت مواليد 83. لا كان اصغر واحد 84. كان في كمان 84 اللي هو تامر عبد الحليم بالظبط كده. دي معجنه. فكنا فريق واحد لحد ما عدينا سنه وبداوا يقسمونا كل عمر لوحده. طيب القصه الشيقه دي بقى على فكره ممكن تاخدنا في حته كده، انه انت رايح من نادي مش نادي بتاع كوره، هو لسه بيلعب في دوريات القطاعات او دوريات الممتاز به. نادي مدينه نصر بينافس في قطاع الناشئين يعني. انت لما رحت بقى النقله دي مع اسلام كانت عامله ازاي، وانت رايح نادي المفروض انه مصنع ناشئين المقاولين في وقتها طبعا مدرسه كبيره. مبدئيا النقله اللي انت بتتكلم عليها دي كانت نقله بالنسبه لي حضاريه، لانه انا كمان كنت لسه راجع من السعوديه. بدأت بقى دنيا تانية، اقابل ناس بمختلف ثقافات واخلاقيات تانية بالظبط وتقاليد، والناس كلها طبعا محترمه وجميله يعني. بس بدأت اقابل ابن الشارع وابن البلد وابن ابن النادي. بدأت اتخربش. بداياتي اصلا انه كان بابا الله يرحمه كان يجي يوديني بالعربيه تنزل العربية المرسيدس اللي رايحه النادي، فينزل فيبداوا اللعيبه زمايلي يبداوا يتريقوا عليا. تنمر خفيف يعني، تنمر خفيف. الحاجات الخفيفه. طبعا كنت صغير جدا، 7 سنين و8 سنين، فاحنا كنا بس طبعا هم كانوا سابقيني شويه طبعا في الشارع. طبعا بدين. بدات اطلب من بابا الله يرحمه ان انا ما تجيش توصلني. فكان ده كان موضوع يمكن اخد شهور طبعا. وبعد كده بدات اروح بتاكسي، فبدا الموضوع يتريقوا عليا ازاي انا بجيب تاكسي كل يوم، لحد اما بدات اركب الاتوبيس والميكروباص مع اللعيبه. خدت الشهاده، خدت شهاده الجوده عشان ابقى زيهم ونبقى واحس ان انا كمان. خلي بالك ان دي كمان بتديك خبرات يعني طبعا. كل المواقف الصغيره طبعا. دي وده يمكن اللي يمكن كنت بطلبه من اولياء الامور، انه سيبوا ولادكم شويه
يتحركوا لوحدهم ويتخربشوا ويعدوا صح. ويقابلوا ويشوفوا ويصطدموا بمدرب ويصطدموا بلعيب مظبوط. ويصطدموا ويقعوا ويقوموا ويعملوا له مشكله ويشرب ميه كيس ويشرب ميه من الخرطوم. طبعا ميه تفرق. الكيس دي طبعاً. كانت مية موضوع الكيس دي كبير طبعاً. طبعا يعني المقاولين كان اول من بدأ القصه دي المناعه كلها، دي المناعه طبعا كلها. المقاولين العرب بجد كان النادي اللي كان يعني كان سابق عصره، مدرسه كبيره طبعا. وكان في كوادر بقى، ناس عندها خبرات كبيره ومدرسه لكل الانديه ازاي يبقى في معمل تفريخ للعيبه من الناشئين والبراعم. طب احكي لنا بقى، انت تطورت المقاولين، لعبت قد ايه، رحت منتخبات، وبعدين الاول بقى بدانا نتقسم طبعا، اللي هو المقاولين بدانا فرق صغيره اعمار بقى، وكنا 8 9 10 كل سن كان موجود، يمكن كان كل سن يعني عمرين مع بعض ماشي. فبدانا بعد كده اللي كان في الوقت ده ما كانش فيه بطولات زي ما موجود دلوقتي صح. ماتشات وديه كلها وحاجات، ماتشات وديه لحد سن 13 سنه، ده بدايه الدوري، اول دوري تحت 13. دورة تنشيطية بتتعمل في نادي اسكو، ايوه تحت إدارة منطقة القاهرة، وبتتعمل بالظبط عاملة زي الكاب يعني. أوكي. بطولة كاس صح لفرق منطقة القاهرة، بتلعب الأهلي، هليوبلس، الشمس مش على خريطة كروية الوطنية، والبلاستيك، كل الفرق اللي هي في منطقة القاهرة. وكانوا بالظبط مثلا بتتكلم في 14 نادي مثلا صح. بيتعملوا على مجموعات. أوكي. وبعد كده كان نادي الجلاء هو كان بعد كده بقى الجيش، طلع الجيش. فكل الفرق دي كانت موجودة، كان بيتعمل مجموعتين وبعد كده بيطلع نلعب نوك اوت ونوصل بقى للنهائي. اوكي. وكانت اول بطولة ليا كانت مع الفرقة الاكبر مني، كنت بلعب مع الفرقة الاكبر مني، اخدناها، كان المقاولين اخدنا. والسنة اللي بعديها برضو اخدنا العمر بتاعي، اخدنا بطولة اللي هي بطولة منطقة القاهرة اللي هي الكاب ده. ايوه. كان كابتن مدحت طه اسماعيل هو المدير الفني لفريقنا يعني. ودي كانت اول بطولة، ويمكن خلي بالك انه ده كان الصح، او ده اللي المفروض انه يحصل. ولو عايزين كنا نعمل الشكل بتاع البطولات يبقى نعمله على شكل مهرجانات، عشان قصة انه البراعم تتحط تحت الضغط ده من وهم صغيرين يتعود صعبة جدا. وخلي بالك انا يمكن عشان اتحطيت في المواقف دي، سواء كلعيب او سواء كمسؤول، يعني كمسؤول، وقبليها ما كنتش يعني عارفها وانا لعيب. لا كنت انا بفتكر انه ازاي كان بيبقى في علينا ضغط في المباريات اللي هي وانا عندي 13 سنة، يعني الموضوع مش سهل. ايفن احنا لما ببقى مسؤول واقعد اقول لا وما بنطلبش المكسب، احنا وانس ان احنا بنخش الملعب الضغط بتطلع في الثلاثه بونت كله داخل طبعا، سواء اداره، لعيبه، مدربين، اولياء المكسب حلو، خلي بالك طبعا. اداره النادي كمان بتبدا تحاسبك اصلا على الحاجات اللي هي اللي ليها دعوه. بس برضو خلي بالك انت النوع المسابقه اللي انت بتتكلم فيه ده هو موجود دلوقتي، اللي هي مسابقه المناطق، وبعدين السوبر، وبعدين ممتاز بيه، وبعدين الجمهوريه الناشئين. بس مش من سن 8 سنين صح. بس بتبقى صعبه متهيألي، وانت صلح لي، ان انت تكون بتلعب نادي زي المقاولين ونادي زي الاهلي في منطقه القاهره، بيلعبوا انديه مش موجوده على الخريطه الكرويه من حيث المواهب والامكانيات. طب ما هو الولد اللي هيلعبك ده هيطلع خسران 9-0. لا ما كانش فيه الارقام دي خالص. اوكي. لا كانت اولا كان الشارع كان لسه موجود، صح، والناس تلعب في الشارع، فاللعيبه كتير جدا، سواء في الاهلي ولا المقاولين ولا هليوبلس ولا الشمس كان برضو طبعا كان بيطلع لعيبه جامده جدا، ولا بلاستيك كل دول بالظبط. كل دي كان في كل فرقه على 36 ثلاث اربع لعيبه يسندوا الفرقه، 3 4 لعيبه كويسين. كل دي فرق كوره طبعا. بالعكس كانوا كمان بيبقوا دي محطه ليهم ان هم ممكن نادي من الكبار دول ياخدها، وحصلت طبعا. اسكو كان مفرغه زمان، في زي اسكو، والشمس نفس الكلام، هليوبلس نفس الكلام. هليوبلس انت
لو قعدنا نعد اللعيبه اللي طالعه من نادي هليوبوليس ساعتها كان صح زي الصيد والصيد اللي هو في الجيزه بقى طبعا صح، كان صح، نفس صح. الموديل هو صح. الصيد صح. بالظبط كده. انت ممكن تشربوا النسكافيه والشاي يعني. ميرسي يا عمر والله، طيب، بس مش هنحاسب. لا مفيش مش حساب. هنحاسب. مفيش حساب. لا مش مفيش هنحاسب. حساب. لا مفيش حساب. منص ابو الكرم يا وانت باشا، كمان يا لا، فندم. والله ما حبيبي. تضمنش، والله منصب ما تضمنش. ف فطبعا لا هي البدايات طبعا حاجه جميله لما بتقعد تفتكرها طبعا. وتفتكر المواقف اللي انت قابلتها وازاي ان انت تعبت وازاي ان انت سبيشال ان انت كمان كان ساعتها برضو انه اللعيب اللي هو يقول لك يعني مش هنقول فرفور عيب، يعني مش هنقول يعني مش هنشيلها هنقول- في المونتاج، هنشيل كلمه فرفور في المونتاج. اللي هو خلاص. شويه مش متخربش زي ما هي فرفور بيقولوا. بقى خلاص، ما هي معروفه في الكوره. انه يكمل كانت حاجه صعبه جدا طبعا يعني دي اصعب حاجه، بالظبط. انا بعتبرها من اصعب الحاجات. ودي على عكس اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا. كلمني بقى عن اوضه اللبس، يعني انت دخلت اوضه اللبس بقى مع المجموعه اللي انت بتقول نازله من الاتوبيس اللي انت ما كنتش نازل منه. لا هو اول يوم بقى اللي هو البدايه ان انا كنت رايح لابس جزمه بيلا شوز، جزمه كوتشي اوكي اللي انا يعني فلات ماشي. فطبعا انا كنت بدأوا اللعيبه كانوا يخلصوا التمرين ده بعد تاني تمرين داخلين المبنى بتاع اوضه اللبس اللي فيه اوضه اللبس، فكله داخل تك تك وانا داخل استاذات، انت ما عندكش انا استاذ، روحت وانت سايلنت. انت عايز استاذ، انا عايز استاذ بقى. انت قلت سايلنت. له انا عايز استاذاتي أتكتك فين؟ أنا كمان عايز احك. عايز طبعا استاذات. كان حتى كمان موضوع الايكويبمنت نفسها مش لا ان انت تلاقي الجزمه في السوق ما كان موضوع صعب صعب صح. يعني بابا الله يرحمه برضو راح نزل معايا جبت الجزمه وهم سلموني ساعتها جزمه كانوا بيسلموا جزم زمان جولد ماشيين. كاب. طبعا انا فاكر طبعا. صيني فكانت 4 علامات. ورا في الحديده حديدة. فانا لبستها يوم اتعورت فروحت جبت واحده ثانيه اديداس كده من كان محل صغير كده اسمه اديداس كوتشي شو برضو ساعتها في اواخر عباس العقاد. أيوة. هو الوحيد اللي موجود يعني وبدات بقى انه موضوع ان زي ما قلت لك انه بدات اخد وجبه بعد التدريب. بدانا ناخد تقبض فوق مش بيسموها بدل ساعتها بدل انتقال انتقال. بالظبط. اول واحد بس طعمها حلو أوي. اول بدل انتقال اخدته كان 20 جنيه حلو بس ده مبلغ يعني. وانا احتفظت بيه الحقيقه لحد وقت قريب يعني بس حصل لي ظرف في بيتي. بس حلو قوي ان انت عارف ده حتى لو انت بتصرف في مشوارك اكتر من ال 20 جنيه ده في وقتها. لا طبعا اكتر بس هي طعمها حلو جدا. طبعا كنا نستنى عشان نطلع نقبض وحاسين ان إحساس احنا كده. بنقبض. احساس احنا كنا بنقبض 20 جنيه بجد. ايوه مبلغ كان هناك هو برضه المبلغ مش ساعتها صغير يعني. كانوا طبعا اللعيبه كلهم بياخدوا البدل ده كان بيبقى للمواصلات وهو فعلا كان بيكفيهم يعني مش صح. وفي لعيبه كتير جدا الواحد شافهم ازاي قد ايه تعبوا وقد ايه في ناس يمكن شافت اصعب من اللي احنا شفناه البعد المشاوير. صلاح حكى عن موضوع الغربيه كيش الكشري اللي بينشط عشان يشبع. ما هو نفس القصه في المقاولين وكان بقى ده بيجي من نجريد كل يوم. طبعا. انت متخيل بقى على فكره دي اصعب، دي حته قصه اصعب. احنا بنحكي على قصه واحده لا في قصص قصص كتير إحنا جدا ما والنني لكن لولا السوشيال ميديا لا، ولولا انه ما النني كانش في الوقت ده طبعا. كان في وتوفيق ميديا. ربنا ليه عشان طبعا يبقى لا نجم. يعني طبعاً. بقول لك يعني في نماذج كتير جدا ده أيوة. غير بقى اللعيبه كمان اللي كانوا يعني بنسميهم المغتربين اللي أيوة، بيعيشوا في عايشين في الانديه الأندية. طبعا دول تعبوا جدا برضو بس كانت حاجه حلوه جدا لانه كان الانديه بتهتم بيهم ازاي كانوا بيخصصوا لهم حد يبقى موجود معاهم ازاي بيودوهم مدارس ازاي كان في فندق للاقامه كمان في طبعا المقاولين في المقاولين وفي الاهلي طبعا كانوا هم ونادي الزمالك كان تحت المدرجات بالظبط كده. هو يمكن كان الموضوع مش فندق يعني أيوة حاجه كبيره بس في الاخر إقامة. مقر اقامه ناس ملتزمه ناس واخده بالهم من لعيبتهم بيبنوهم ازاي يبنوا انسان قبل ما يبنوا لعيب كوره يعني. طب قبل ما نسيب محطه المقاولين بقى احكي لنا بقى عدى عليك بقى سعيد الشيشيني محمد رضوان حمدي نوح الاسماء بقى اللي هي في مجال الناشئين دي في المقاولين اسماء رنانه يعني كنا يقول لك كابتن حمدي نوح يا نهار ابيض يعني عدى عليك مين بقى من الاسماء الكبيره دي اللي لعبت يعني كوره في المقاولين يعني هو في اسماء طبعا كبيره كتير انا مش عايز انسى حد ان شاء الله يعني بدايه بكابتن مصطفى جوده كابتن حمدي سكله كابتن علاء نبيل كابتن مدحت طه اسماعيل كابتن
محمد رضوان، كابتن سعيد الششيني، ويمكن انا حطيته في الاخر لانه الراجل ده فرق معايا في حياتي وفي الكاركتر بتاعي وازاي غير شخصيتي شوية في الملعب ومع اللعيبة، لان انا كنت من وانا صغير انا كنت كابتن فرقتي، فكنت شوية واخد ستايل صالح سليم بقى، اللي هو انا اعمل وروح واتكلم ونزل واطلع، وسوري كنت ممكن لو لقيت لعيب مش عارف ايه او زغ بس نخليها زغ. وكانوا اللعيبه كلهم الحقيقه بيتقبلوا مني لان هم عارفين ان انا كنت معاهم يعني او بحبهم، لاني كنت بتعامل معاهم على انهم بجد اخواتي يعني انت مع ان في مدرب ممكن يصنع لعيب ويبقى سبب في نجوميته، سبب انه يحطه على التراك الصحيح، وفي مدرب ممكن ياخد اللعيب يوقعه تماما طبعًا. جدا طبعًا. بعيدا عن فنيات، بعيدا عن شخصيا. انا دايما يمكن حتى وانا مسؤول كنت بطلب من المدربين انه اهم حاجه انك تبني كاركتر قبل ما تبني لعيب. الشخصيه تخليك تاخد ادفانتج في مشوارك، وازاي تبقى تكمل، وازاي يعني تقدر تقابل العقبات، تقدر تقابل المواقف وتعديها، تقدر تستمر طبعًا. ويبقى عندك من الجلد ان انت تستحمل الكلام طبعا. لكن يمكن الكابتن سعيد بقى يعني فرق معايا في مشواري في حتة انه هو غير في شخصيتي، انه ازاي كل واحد يبقى بيركز مع نفسه. صح. لانه فعلا كان في الوقت ده كنت ببقى انا كأني طايح لا وعايز مركز مع اللعيبة ركز في شغلك. قال لك ركز. فاكر جملة قال لي دايما اتعامل مع اللي قدامك انه مستواه اقل منك، فهو فكره مش هيجيب فكرك، فانت ساعتها لما هو هيغلط انت هتتقبل الغلط اللي هو عامله، ولازم تنزل عشان تفهمه، تطلب منه وتشجعه بطريقه بوزيتيف يعني. فعملك كابتن بجد. بالظبط. هو سحب مني الكابتنه يعني. السنه اللي خدنا فيها دوري الجمهوريه هو سحب مني الكابتن عشان السبب ده لان انا في ماتش كنت يعني نقول تجاوزت لا يعني زودتها شويه مع لعيب فسحب مني الكابتنه واداها لاحمد عاصم. احمد عاصم كان نجم الحرس الحدود طبعا نجم الحرس بعد كده كمل بعد كده في حرس الحدود وكان لعيب معانا في منتخب مصر طبعا كنت بموت ان هو اداله الكابتنه بس جديد وفرق معايا. والسنه اللي بعديها رجعت لي طب بص حاجه صغيره بتعملها في لعيبه في الملعب. انا متهيالي انت من اللعيبه في طبعا اجيال كتيره جدا ما تعرفش مين اسلام شكري يعني. انت من اللعيبه اللي احترفت بدري، ومن اللعيبه اللي لعبت منتخبات ناشئين كتير جدا مع اجيال اكبر منها بكتير جدا، وده هيوصلنا لنقطه هنتكلم فيها بعد شويه، ان انت لما ابتديت تروح للعمل الاكاديمي وانت مسؤول كان رسالتك بتوصلها ازاي، هنروح لها. بس انا عايز الناس تعرف انت تجربتك في الاحتراف دي، انت سافرت صغير وبعد كده ايه اللي حصل، تعرضت للمواقف ازاي، اثرت في شخصيتك ازاي اللي انت اتبنت لك في المقاولين بعد السنه اللي احنا خدنا فيها. يمكن دي اخر بطوله جمهوريه دخلت نادي المقاولين عشان صح بالمناسبه يعني. لا انا عارف. فكان الايجنت بتاع كابتن طارق السعيد جاي، وكان جاي ياخد طارق لاندرلخت، فجم واتفرجوا عليا في تمرين. كان عندي اخر ماتش في الدوري، كان الفاينل اللي هو الفاصل مش فاينل يعني. كان احنا بنلعب الاسماعيلي والاهلي بيلعب المنصوره، احنا لازم نكسب وساعتها ناخد احنا البطوله والاهلي لو اي نتيجه تانية يعني مستني ان احنا نتعادل نتغلب تعملوا ماتش فاصل. كان الاهلي ياخد البطوله. يعني انت لازم تتغلب او تتعادل، لو كسبت تخلص انت. كان عندك كام سنه في وقتها؟ 17 تمام. كنا بنلعب الاسماعيلي اخر ماتش في الدوري ده، اللي هو كان حسني عبد رب واحمد فتحي عبد الله الشحات عبد الله السعيد كانوا متصاعدين معاهم، احمد سعيد حسيب غريب فتحي. لا كانت فرقه جامده جدا، وكسبنا 2-1 وجبت الجولين. وبعديها على طول كان نادي شارلروا كان بعت لي ان انا اروح يعني. وكان اخر 7 ايام في السيزون عندهم هم، وانس انه السيزون بيقفل بتبقى قفل يعني قفل صح. مفيش ولا تمرينه بقى ولا ياخدوا اجازه بجد. فرحت 7 ايام
اتمرنت تمرينتين مع الفريق الاول هناك في شارلروا، ولعبت ماتشين. لما رحت فانا دخلت مع، كان الايجنت هو هنريك اندرسون، ده كان الباك ليفت بتاع منتخب الدنمارك في 92. ده اللي ركبته باظت، الله ينور ركبته عليك. لفت خلي قدامه بالك بتاع بيركامب، وقعد يصوت عليها، هو لكن ركبته وقفت في خزن فخدته، معلومات طلعت في بقى. فخدته. معلم. ده مأساة. معلم. لا دي مأساة، اصل دي من بالظبط. مأساة كرة القدم. فكان طبعا احنا كنا ساعتها برضو بنسمع عن اللعيبه من السهره الرياضيه في القناه الثالثه كده اعجاز، كده اعجاز. طبعا. ونتفرج على وكاميرا في الملعب، وكاميرا في الملعب. لا انا بتكلم على الحاجات اللي العالمية. العالميه لا، ما كنا في. بناخدها من صح. السهره الرياضيه. صح. مع كابتن حماده امام صح. الله يرحمه. كامل العدد، كامل العدد. بالظبط. فكان الاسماء، او نستنى كاس العالم صح. اللي هو بتاع 94 بطولة الأمم الأوروبية. و98 و96. فانا داخل معاه اول يوم، فدخلت اللي بيعرفني على المدير الفني، فلقيت مين؟ انزو شيفو، يا نهار ابيض، اللي هو يعني الايكون حلواني، بتاع حلواني البلجيكي، الحلواني. فانا كان انتيمي وانا صغير اسمه شريف، وكنت مسميه شيفو. فانا دخلت فلقيت شيفو في وشي، فانا طبعا بدايه اول شوك، واحد مسافر يعني حاجه. فلقيت شيفو هو المدرب، ونزلت التمرين. انا هحكي الموقف ده لانه انا عشان كان الناس اللي تمرين فريق بتسافر. اول طبعا. أيوة، عشان تمرين فريق اول. وخلي بالك انا كان ساعتها انه كنت اسافر، كان موضوع كبير جدا في البيت. 17 سنة. ايوه، هحكي عنه يعني. شاب صغير جدا. نزلت التدريب وعملت تمرينه خفيف، كان تمرينه الصبح الساعه 10 الصبح، فك خفيفه عضلات جدا يعني. ومش عارف ايه. وعندي ماتش بعديها الساعه 3 في قرب حدود المانيا كده. اوكي. فبعد ما طلعت من التمرين فلقيت الايجنت المساعد بتاع هنريك بيقول لي اعمل لي كده. هاي طب كويس. لا قلت له، ماشي. كنت انا قايل له ثانك يو. فقال لي ثانك يو على ايه؟ قال لي زيرو. ده اوبا، ده حته ثانيه خالص. زيرو. انت زودتنا احنا على فكره. احنا رحنا ليها. برافو يا اسلام. فانا زيرو تبعتنا بالظبط ليه يا كابتن كده؟ خلصت عليا، سويتها في وشي. قال لي ايه الجزمه اللي انت نازل بيها دي؟ انا كنت لابس واحده. كنت نفس جزمه المقاولين. لا خلي بالك، واحده ثانيه بقى. انا كنت من اللعيبه اللي بقى عنده كل الجزم بتصرف بكل على الالوان بكل مدلع نفسك. ومدلع زمايلي. يعني كويس. كل اصحابي اللي معايا كانوا كله وانت شيك لحد دلوقتي حبيبي. فكانت الجزمه كويسه، بس قال لي دي ما تنفعش هنا، لازم تبقى ستادز ألمونيوم. صح. عشان المطر. قلت له انا معايا واحده في البيت في الاوتيل، بس كان فك وتركيب. المسامير مش رابطه كويس، وانا مش معايا المفك. قال لي خلاص انا هجيبه لك، وعشان الماتش بتاع الساعه 3 في ده مطر غالبا أكيد. هيبقى فيه مطر. المهم رحت، عمل لي الجزمه، وساعتين نمت كده، وبعد كده ركبت الاتوبيس معاهم، رحنا على حدود الالماني. الملعب طين يعني كويس. مطره بس. كويس انك جبت الجزمه. حلو. ولعبت الماتش، كسبنا 3-2 وجبت جولين. حلو. ياه. وبدأ يحس ان انا تمام. اتمرنت تمرينه تانية مع الفريق الاول، وبعد كده الفريق الاول هيبقى عنده ماتش مع في الدوري، اخر ماتش في الدوري، والسكند تيم عنده ماتش في الدوري برضو. بس كانوا ساعتها بيسمحوا للعيبه اللي هم اختبارات او من الفريق الاول مصابين او عايزين ينزلوهم يقدروا يلعبوا. صح. فلعبت الماتش ده وتعادلنا 0-0، وكان ماتش مش حلو خالص، ويمكن ما كنتش ادائي كويس، لكن قالوا لي انت هترجع معانا في شهر 7. كويس. اوكي. وكان معايا لعيب مصري اسمه رامي من الزمالك، رامي حسين. ورجعنا، وبدأ من شهر 7. انا كان عندي 17 سنة، هتم 18 سنة وانا في 1/10. فكان من شهر 7 ل1/10. المفروض ان الوقت ده انا مش ماضي مع شارلروا. فهنريك قال لي احنا هنتمرن وهنشتغل الفترة دي معاهم، وهنستنى هم الناس عايزينك خلاص، بس هنستنى لشهر 10 عشان انا عايزك تلعب الدوري مع السكند تيم. فممكن يجي لنا فرصة اكبر. مظبوط. كلام ايه؟ كلام صباصة. كلام صباصة. ماشي. وكان ساعتها المقاولين كمان بقى حصل فيه انه عرفوا ان اسلام، يعني انا اسف انه كان بيتقال انه هرب.
لانه كان ساعتها موضوع انه لعيب مش ماضي وسافر كانت بيسافر جديده ومش جدا. ماضي كان اللي صح. عملها بس كان ميدو قبلها صح. بسنه واحدة. صح. ف سافرت، بس كان كل يوم قبل ما اسافر كنت الفريق الاول رحت معاهم معسكر العريش قبل معسكر المجر، قمت انا طلعت منهم رحت على فين، على بلجيكا وسبتهم. من العريش. كان كان ساعتها بقى المدير الفني كان كابتن احمد رفعت الله يرحمه، الله يرحمه. وكان مدير الكوره كابتن جمال عقاد، اوكي. وده كان ايكون نجم برضه في نادي الجزيره طبعا. منور في علامة. الدوري في نادي الجزيره طبعا. كل يوم علامه يا الصبح باشا، افطار. علامه. الكوره جامد. وكان الفريق كان مقاولين بقى لعيبه كبار، احمد صابر، علي عاشور، تامر مصطفى، رامي عادل، رامي سعيد، محمد صديق، طارق سليمان. فرقه تقيله، فرقه كبيره، محمد النحاس، عادل، تامر النحاس، فرقه سعيد تقيله، سعد، احمد فكري فرقة الصغير، تقيلة فرقه كبيره فرقة يعني. محترمه. وكان النادي كل يومين يكلموني تعالى وأنا بقى هناك. جدد، تعالى امضي، لا أيوة، ارجع طبعا. ارجع. وانا كنت صغير جدا، وكان في مشكله انه انا كان ما فيش بقى التليفون، كان الموضوع صعب جدا. بكوين وتقعد كنت تتعب عشان تتكلم. كنت اعرف واحده في الوقت ده، فكنت عشان اكلمها كنت بكلمها، علمتني ازاي اتكلم على MSN واي سي كيو وحاجات انا لسه مش فاكرها اصلا ان هي فكنت عقبال ما اكتب جمله كنت بقعد كتير على الكيبورد، فكان موضوع صعب. بلس ان شارلروا اصلا مدينه كانت معروفه ان هي الاخطر في اوروبا، فكان الساعه 6 الدنيا كلها بتنام، وانا كنت شويه مرتبط بقى باصحابي عايز واهلي تخرج وعايز طبعا 17 سنه وقاعد طبيعي. لوحدي يعني. المره الاولانيه سافرت مع خالي، لكن المره الثانيه دي سافرت قعدت بقى قعدوني في اوتيل وعايش بقى خلاص، وما فيش حاجه بتتعمل غير التمرين الصبح، واخلص بنزل اتمشى شويه في شارع كده فيه تاكل حاجه بتاع وترجع في محلات واكل وارجع الساعه 6 ولو انت دي. قاعد في النادي ممكن تلاقي ان شباك الاوضه بتاعك كاشف الملعب اللي انت بتتمرن عليه الصبح. لا انا كنت قاعد في اوتيل أوكي. قريب بعيد من عن الاستاد. أيوه. استاد شارلروا ده كان حاجه طبعا. كان حاجه مرعبه يعني، وهم كان جمهور جامد جدا يعني. الزبرز هم كانوا معروفين بان هم الوان الحمار الوحشي كده. ايوه. اوكي. فنادي كان من الانديه اللي هي كمان في الدوري موجوده في نص الجدول، بس كانوا عنده فانز رهيبه. بالظبط كده، اللي نادي هي قديم بتوع كمان، المدينه ونادي قديم. ف شويه انا من الضغط بدات الاول العب مع السكند تيم الدوري. بدانا الدوري، اول ماتش كان ليا كان ستاندرد لييج اللي هو فرقه محمد اليماني. تمام. فكان اليماني كان لسه عامل الحادثه الحادثه بتاعته. انا أيوة، اسف أيوة. ان انا ما ذكرتش اليماني، ان هو كان هو وميدو الناس اللي سافرت الدوري اكيد يعني. هنفتكر ناس. فاليماني الماتش ده كان هو عامل حادثه، وانا كنت لعبت الماتش ده وكنت حتى لابس تيشرت عليها مومو 22 كده من تحت التيشرت. وكان اللي ماسكني جودوين اوجبارا، كان مدافع منتخب نيجيريا، كان نازل من الفريق الاول بتاع ستاندرد لييج هيلعب الماتش ده برضو. وتعادلنا 0-0، وبدا مشواري بقى لعبت حوالي 10 ماتشات، جبت حوالي 9 تجوال في السكند تيم مع شارلروا قبل ما امضي لحد يوم 21/9. بس انت لعبت غير راس حربه برضه. راس حرب. ولعبت مراكز ثانيه. لا احنا كنا ساعتها بنلعب دايما يعني اتنين. فرويدين. سترايكر. سترايكر. صريح. مفيش بقى تمام. ولا فرويد في صريح. وينجز لسه هنيجي للموضوع ده بعدين يعني. بس انت في اللعب معانا يوم الاثنين كنت بتدي حتت بسبوسه كده بتاعت هو بلاي لعيب ميكر. صنايعي، هو صنايعي. بتعمل شويه حاجات كده يعني. مش بس يعني واحد شايف لما الكورة لما بفتكر بقى ما تقولش كده. على حسب. ازاي؟ لكن جه 21/9. فانا كنت لسه مخلص ماتش سانت رودن كويس. وجايب جولين، كسبنا 2-1، وطلعت له فوق في اللاونج لهندريك، قلت له انا لازم انزل مصر. قال لي ليه؟ قلت له لازم. وذكرت 900 ظرف مضحك جدا لدرجه ان طارق السعيد اتصل بيا قال لي اللي انت بتعمله ده، قلت له لازم انزل. فقلت له هرجع على طول ومش عارف ايه. فانا نزلت، رحت راجع مضيت في المقاولين. وطبعا انا بشكر ربنا طبعا على كل حال، لكن انا بحكي ليه قصه انه زمان لو تفتكر المشوار بتاع حتى اللعيبه المحترفين هتلاقيه كان صعب جدا ان هو بيكمل زي دلوقتي. ليه؟ لانه مبدئيا ما كانش فيه تغطيه اعلاميه كبيره جدا، فاحنا احنا من النوع اللي كنا بنبقى مستنيين ان احنا نبقى في شهره ومجد وجمهور. الحاجه التانية انه
نادي زي المقاولين بيطلب منك بيرجعك ويقول لك انت هتاخد عقد زي اعلى لعيب في النادي اللي هو كان 50,000 جنيه ساعتها، زي اكبر لعيب في النادي الاهلي او الزمالك ساعتها كان هو ده العقد، هو ده العقد الكبير. هلعب فريق اول وانا صغير وانا عندي 17 سنه، بنلعب في افريقيا وبنلعب في حاجات فيها نجوم كبار طبعا. بلس انه كان انا في الشركه، بلس انه لا ما كانش لسه بقى الكلام ما فيش تعيينك في الشركه، لكن في بقى انه كمان كان في بدايه منتخب مصر للشباب. ايوه كابتن حسن شحاته الامارات كاس العالم طبعا. فكان برضو يمكن عايز تحط رجلك في مصر بقى عشان ابقى موجود. كابتن حسن قال لي دي برضو تبقى كويسه ان انت موجود معايا قدام عيني واشوفك. تالي الجيل بتاعكم ده يعشق الكابتن حسن شحاته. لا كابتن حسن ده ايكون يعني مش وبعدين القصه بتاعت الكابتن حسن قصه كبيره، قصه لازم الواحد يحكيها ولازم يتكلم عنها، لانه هو قد ايه راجل بدأ في التدريب من الصفر لحد ما وصل لاعلى مستوى، وصل ب3 نوادي اولى به للممتاز. قصه كبيره يعني خد كاس وازاي هو انسان قبل ما يبقى مدرب، ازاي كنا بنلعب عشان كابتن حسن ما يزعلش وما كانش في حاجه اسمها لعيب احتياطي زعلان ولا حد بيطلع بره سكور زعلان، كله كان بيحبه. وهو كان عنده ميزه انه بيراضي الكل، بيراضيهم مش عشان بيلعب كله، لا بيراضيهم ازاي يخلي كل الناس موجوده، انه ممكن تاخد فرصه وتبقى موجود. خلي بالك انت عندك ميزه كمان، انت لعبت اساسي وانت في المقاولين، وده بتحصلش كتير يعني، الزمالك واهلي وبتلعب اساسي. لا كان ايامها كان عادي، لا كان موجود انه لعيب من المقاولين يلعب، لكن هي كانت الاصعب انه احنا كنا في الدرجه الثانيه. طيب فانا كنت بقيت اللعيب الوحيد اللي في السكواد بتاع منتخب مصر للشباب اللي بقى درجه ثانيه. يعني اللعيبه اللي كانت بادئه مثلا في مزارع دينا زي احمد وحيد الله يرحمه، زي هاني سعيد، صح، زي عبد السلام نجاح، زي محمد عبد الوهاب في الالومنيوم الله يرحمه، زي يعني لعيب زي عمرو زكي في المنصوره، كله كان بادئ، كنا بادئين من كل الدرجات ومن كل الفرق، لكن هم حصل لهم ابجريد وبقوا في انديه بتلعب وانت الوحيد اللي اولى وانا اللي بقيت في الممتاز ب، وبقيت حتى ايفن احمد عاصم اتنقل كمان راح حرس حدود، فبقيت انا اللعيب الوحيد اللي موجود وبتلعب اساسي. طب وده كان بيأثر عليك يعني نفسيا؟ كنت حاسس؟ لا كان معايا كمان محمد صلاح واحمد عادل كانوا بس انا قصدي اللي كمل لحد الاخر لحد كاس العالم يعني كنت انا. ده كان محسسك بحاجه يا اسلام ان انت عايز تبقى تلعب فوق زيهم، ولا انت كان بالنسبه لك انت متاكد ان لا انت أنا عندك موهبه وشخصيه ومكمل؟ لا انا المقاولين بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. اوكي يعني المقاولين بيتك بجد بيتي، ولحد النهارده انا بشوف ان هو لازم كان يبقى في مكانه اكبر من كده دلوقتي. صح. وبالذات بعد محمد صلاح والنني طبعا كان لازم تبني على القصه دي موضوع كبير طبعا. لازم كان النادي يروح في حته تانية بكل خططه، بكل الاستراتيجي بتاعته، يبقى زي الاياكس زي الارسنال، يبقى مفرغه بقى للناشئين بس كده انت تبقى عندك الفاكتوري اللي هو بيبني طبعا. فعلا وبيصنع لعيبه تطلع وتكسب، ودي كانت معروفه على المقاولين عشان تبقى عارف طبعا انه زمان، ودي النقطه اللي يمكن بنفتقدها دلوقتي، انه كان اللعيبه الصغيرين من البدايه من عند الناشئين، عشان ما بحبش الحته بتاعت الضغط ان انا اعلم اللعيب يبقى عايز يكسب او ياخد 3 نقط، او لكن اجي عند حته 14 و15 وابدا اقول له واعلمه ثقافه الفوز، لازم اطلب منه ازاي يبقى بطل. وهتلاقي انه في الوقت ده اللعيبه بتاعت المقاولين هتلاقيه هو النادي الاكثر بطولات بعد الاهلي والزمالك، لانه هو كان النادي فعلا اللي بيعلم اللعيبه ازاي يبقى بطل. فكان بيطلع اللعيب عنده حته كبيره جدا جواه ان هو ممكن ياخد بطوله. باشا المقاولين واخد الدوري 83 من الزمالك والاهلي، اللي هو مين ده؟ وفي افريقيا مين دول؟ سابوا الزمالك والاهلي اللي هو ايه دول؟ ايوه نصه كان 5-6 من المقاولين. لا المقاولين كان يعني مدرسه طبعا. فانت بتتكلم في تاريخ كبير جدا طبعا. ويمكن الفتره بتاعت قبل كابتن حسن شحاته كان حصل دروب كبير جدا في المقاولين، ولما جه كابتن حسن انا فاكر
اول اجتماع ليه قال انا عايز اغيركم من ان انتوا تبقوا موظفين لان انتوا تبقوا بروفيشنال ومحترفين وعايزين تاخدوا ابطال، تبقوا ابطال. صح. وهو فعلا عمل معانا كده بدايه من اول ماتش ليه معانا في بطوله الكاس، فغير المينتاليتي وفرق. ويمكن انا فاكر انه المحاضره كان دايما يقول لنا العبوا براحتكم، انتوا زيكم زيهم. ويمكن كنا بنلعب بطريقه 4-4-2 في الوقت ده، كانت طريقه جديده جدا، بس كان هو بيلعبها بطريقه انه ازاي في حاله الدفاع اللعيب السته، كان ايامها مفيش سته، ما كان هو هاف ديفندر اللي احنا نعرفه بيرجع كان بيرجع يبقى قلب، يبقى مساك، وقلب الدفاع اللي ورا كان بيبقى ليبرو. فانت كنت فبيترحل ترحيل. فعملناها يمكن في الماتشات اللي هي بتاعت كاس مصر وكاس سوبر باللاعب الاهلي وباللاعب الزمالك بنفس الطريقه وليدنج في الجيم، وبنلعب قدام جماهير كبيره جدا. قبلها الاسماعيلي في اسماعيليه، قبلها حرس، احنا النادي اللي في الدرجه الثانيه اللي بيلعب. خلي بالك النقطه دي كانت محوريه جدا لكابتن حسن شحاته، ان هي نطرته على المنتخب القومي. طبعا انت بتكسب زمالك واهلي في بطولتين، يلا على المنتخب القومي. هو بس انا هقول لك المشوار: ترسانه، حرس منصوره، ترسانه، حرس الحدود، اسماعيلي، الاهلي. انت بتكسب 5 انديه في الدوري الممتاز. طبعا بعد كده بتروح لكاس السوبر، بتاخد كاس السوبر من الزمالك، كان بطل الدوري ساعتها طبعا، كانوا منتخب العالم. اسلام انت مخزن معلومات ومخزن تجارب كتيره جدا جدا جدا. انت عارف دلوقتي مع وجود السوشيال ميديا وفكره البودكاست اصلا، يعني بتلاقي ان انت بيتفرج عليك اجيال ما شافتوش في الملعب، ما شافتكش في الملعب، بس هو الغرض منها ان هو يوصل لها التجربه الحقيقيه. يعني مع التطور اللي حصل في الكوره، وان الكوره بقت صناعه وبقت علم، انه فكره الفيدرز كلاب دي ما بقتش موجوده. عايز احط ايدي شويه على المشكله اللي هو ليها علاقه بعنوان البودكاست بتاعنا، عشان قبل ما انتقل للحته اللي انت فيها، انا بشوفك ان انت الملك بتاع الاكاديميات. انا بشوف كده ومش وده شيء ملموس. يمكن برضو الواحد عشان جوه السوق ده بالذات، يعني بتاع الناشئين، انت شايف، انا مش شايف ان مصر فيها المسمى الحقيقي لفيدرز كلاب. يعني كل الانديه في مصر عايزه حته الديفلوبمنت اللي انت بتتكلم عليها، حتى في الناشئين مش متشافه بقدر المكسب. والانديه مش واقفه عند حته انه انا مش هاخد بطوله فيرسز انديه القمه، وده مش تقليلا من شانهم، بس انا دايما في الحته اللي في النص، فانا لازم ابقى مصنع محترم يصدر لعيبه. راجل واقعي يا منصور، راجل بيتكلم كلام واقعي، انا عارف اني مش هاخد بطوله، يعني مش عيب. فانت بعد تجربتك في الاحتراف اللي عشتها ورجعت، انت ليه ما فكرتش ان انت تبقى مدير فني؟ ليه ما فكرتش ان انت تخش الحته دي، واخترت ان انت تروح للحته مش الصعبه، بس هي صعبه، بس هي صعبه، بس هي الصح، طب بس اللي احنا محتاجينها، فاهم؟ عايز اسمع برضو منك. يعني انت رحت ابتديت في حته مدرسه. بالنسبه لي انا وادي دجله دي مدرسه كبيره جدا طبعا، وشايف المهندس ماجد سامي اكتر واحد بيطبق نظريه الصناعه في الكوره مظبوطه طبعا. لو في حته انت لسه عايز تقولها لنا من واقع الاحتراف، انت مقاولين، اسماعيلي، ليرز. لا انا هاجي بس عايز احكي حته، لانه انا شويه يمكن دايما لما انا حبيت ابصيلك بس. لا لما بحكي عشان الولاد الصغيرين بالزبط. يتعلموا بالظبط. انا يمكن يعني في الفتره بتاعت المقاولين والتوهج وانا صغير دي، وطالع هداف الدوري 45 جول اللي هو رقم قياسي طبعا. وكان في بقى عتاوله في الفرق الثانيه، يعني متعب وعمرو زكي ورضا متولي واحمد وحيد الله يرحمه. يعني كل فرقه فيها ثلاثه، وكل فرقه فيها 3-4 لعيبه هدافين، مش طبعا. ف يمكن كان عندي مشكله انه انا كنت كمان النادي بيعاملني على انه لعيب تالنت صغير بروميسنج هيطلع، بس كنت الدلوعه بتاع النادي. ايوه. وده يمكن اصطدمت بقى لما خرجت من المقاولين والاسماعيلي اخدني. كان ساعتها بعد كاس السوبر طلبوني
ورحت الاسماعيلي، كنت لسه لاعب افريقيا مع المقاولين، والاسماعيلي بيلعب افريقيا كمان، فما عرفتش العب معاهم. اتعيدت في المقاولين. وبدات اروح نادي في جمهور كبير، الشارع كله بيتكلم كوره. وفي الوقت ده على فكره كان الزمالك برضو كان طالبني، بس انا اخترت الاسماعيلي بناء على اختيار من كابتن حسن شحاته اللي كنت بشوره في كل حاجه، طبعا ربنا يديله الصحه. احنا دايما حظنا وحش، اللعيبه كويسه ما بتجيش عندنا. لا هو انا في الاخر شايف انه مشوارك ربنا هيبقى كاتبه لك، مليون في المية. ورزقك وحقك هيجي لك، سواء وانت لعيب وانت صح في شغلك وانت إداري، في حياتك. مدرب. بالظبط، مهما اتاخر فهيجي لك هيجي لك. صح. لكن الحمد لله انا دايما بقول انه اهم حاجه او اللي دايما ببقى عايز اقوله للولاد الصغيرين، انه ما يعملوش الحاجات اللي ممكن كانت عطلتني وانا لعيب. صح. ودي اللي يمكن عايز احكيها، مثلا انه انا لما رحت الاسماعيلي فبدات اخش جوه نجوم اكبر، صح، نجوم اكتر، شهره اكبر، جمهور، ضغط مدينه، انت دخلت جوه مدينه لدرجه ان انا عايز اقول لك على حاجه. احنا السنه دي كنا ثالث الدوري بفرق مثلا 3-4 نقط، بس كانت النتائج بنكسب 3-4-5 ماتشات وتتعادل ماتش، ونتغلب ماتش، نتعادل ماتش. فاحنا لما كنا فعلا بنتغلب ماتش احنا ما كناش بنعرف ننزل من الفندق في اسماعيليه. انت عارف القهوه، ما كناش بنعرف نروح القاهره. القهوه الشهيره اللي قدام الاستاد، لا طبعا القهوه دي حط فيها تشكيل، حط فيها التشكيل دي. هو فانت داخل مدينه فريق بقى جواه مش لعيبه، لا دول صحراء، لا دول وحوش كوره. بتتكلم التمرين كان متعه، كل حاجه طبعا. التمرين كان متعه فعلا، التمرين بجمهور طبعا الاجواء كلها دي شويه عملت لي برضو انه ازاي هم مش مقربين مني، مش مدلعيني، مش رموك على شط القطر، خلاص بقى مش هزار بقى. فده طبعا برضو يمكن بقوله للمدربين دلوقتي والادارات الانديه في الحته اللي هي بتاعت اليوث والصغيرين، لا ان احنا اوعى تخلي ولد وهو صغير يحس انه نجم. وصلنا الاسماعيلي يا اسلام، والصدمه بتاعت الاسماعيلي والخوف من الجمهور والقهاوي احنا عارفين الاسماعيلي والجو عامل ازاي. احكي لنا بقى بعد الاسماعيلي. كان نهايه الموسم كده جات لي اصابه في ظهري يعني، وبعد كده يمكن رحت لعبت مع الاولمبي، كانوا لسه صاعدين الدوري الممتاز، بس كانت قصه قصيره جدا لان ظهري كان وجعني جدا وجالي موضوع ظهرك ده انا عارف، ده اللي انت بطلت بيه، ده الموضوع الانزلاق ده. تعب. سافرت المانيا، اتعالجت 3 شهور وقعدت السنه دي لحد نهايه الموسم، ما كانتش تاهيل، كانت كلها علاج. اولمبي وصلنا الاولمبي. لا بس كنت خلاص سبت النادي اصلا. وبعديها جالي تليفون من ايمن زين بيلعب، كان لعيب زميلي احد عثمان، دكتور ايمن زين ومقاولين كمان طبعا لعيب جامد، وقال لي تعالى في نادي جديد اسمه وادي دجله بيطلع، تعالى العب معايا. فقلت له لا، وادي دجله درجه ثالثه هنلعب قال لي تعالى. المهم رحت وبدات معاهم ومع كابتن هشام زكريا وكان عايزني اعمل تيست كمان، فوافقت. بعد ما عملت التست في اسبوع لعبنا ماتش وتدريبات وكده، لقيت دكتور ايمن زين بيكلمني بيقول لي اسلام معلش احنا بنعتذر لك، ده كابتن هشام بيقول لك مش عايزك. وكانت ساعتها صدمه كبيره جدا، لانه ازاي بعد ده كله انا نادي في الدرجه الثالثه بيقول لي لا. ويمكن تعبت جدا في الفترة دي لمدة 10 أيام وعملت حادثة كبيرة جدا، دخلت تحت عربية نقل بالعربية من كتر السرحان. ايوه طبعا الواحد زعلان على نفسه بقى، ومناخيري اتكسرت وتاني يوم الحادثة انا خلاص يعني لدرجة ان انا هبطل بقى، خلاص يعني خلاص مش هتكلمني تاني يا جماعة، كنت 26 سنة. يا نهار ابيض. ايمن زين كلمني تاني، دكتور ايمن زين جميل يعني الحقيقه، قال لي اسلام كابتن هشام طالبك بيقول لك تيجي بكره. قلت له بكره فين؟ قال لي بكره الكشف الطبي نادي وادي دجله
انا بس عايز اوريك انه ازاي وادي دجله الجيرني بتاعته بادئه من وهو تحت في الدرجه الثالثه بيعمل ايه. كشف طبي لكل لعيبه الفريق ده بعد ما قال لك متشكرين مش عايزينك ارجع تاني نعمل كشف طبي. احكي لك ليه انا بحكي ماشي. ليه الموضوع عشان اقول برضو ازاي مسج. المطبات صح. بتحصل من لعيب بيلعب فريق اول في ناديه وهو صغير كاس لمنتخب عالم مصر لنادي كل صغير منتخبات لسه ناشئين. طالع بيقول لي لا. صح. ف قلت له انا جاي. وكانت ساعتها كنت حاطط البلاستر لا اللي هي الواقي بتاع أيوة. المناخير يعني لانه كانت مكسوره. فقلت له بس انا لسه عامل حادثه وكده. قال لي تعالى كده هو قال لي خليه يجي خلاص. رجع كلمه يعني فقال له لا يجي. رحت عملت الكشف الطبي معاهم الصبح وعمل معايا اجتماع بعد الظهر. هو بعد ما خلصنا كابتن هشام فاول ما دخلت قال لي هو انت مش عايز ترجع؟ قلت له اقول لك على حاجه. قلت له انا حسيت ان الاهلي او الزمالك كلموني امبارح لما قال لي ايمن زين قال لي ارجع. الروح دبت. قال لي انت جيلك مين؟ قلت له جيلي متعب وعمرو. قال لي وانت كنت فين مع الناس دي؟ قلت له كنت اساسي. كنت راجل اساسي يعني موجود يعني راجل ستاندنج دايما يعني. قال لي انت ازاي ما ترجعش؟ وبدأ معايا الحقيقه الراجل ده يمكن اشتغلنا مع بعض بقى معسكر اسماعيليه لفرقه وادي دجله هلعب معاهم. واداني اعلى عقد ساعتها في الدرجه الثالثه وكان رقم برضو كان كبير في ايامها في الدرجه الثالثه. وبدأ يمرني تمرينتين ولو في تمرينتين للفريق اتمرن 3 تدريبات. بيزود معاك يعني حتى مع كابتن عبد الباقي يعني جمال. أيوة. هو كان باقي جمال مسك الغزل المحلي بالظبط. واحنا في المشوار ليرس كان عايز سترايكر. الحادثه دي كانت لازم تحصل من زمان. قلبت حياتك. اللي حصل انه كان لعيب اسمه بركات مدرب في وادي دجله كان مسافر عارفه. فما طلعلوش الفيزا. فمين المكان الفاضي؟ مكان اسلام. فهو شوفوا يا جماعه واسلام هيستنى شويه. لا هيستنى شويه يعني انت في قائمه الانتظار. ممكن تروح تلعب مع وادي دجله ابشوي. فاللي حصل انه انا رحت فانا كنت لسه واخد مقدم عقد. فقلت له رجع جماعه قلت له لا انا مش. تاني يوم رحت للمهندس ماجد سامي ودي كانت اول مقابله ليا معاه. اسطوره. راجل لازم نحكي عنه ازاي هو عمل حاجات كتير جدا في الكوره. ده حقيقي. ولولا الظروف كان ممكن يعمل حاجات اكبر للكوره المصريه حقيقه يعني. مدرسه محترمه جدا. اول مقابله ليه فقمت رايح له بالفلوس. كانوا لسه معايا. قمت داخل له قلت له كانوا كاش يعني. فقمت قايل له قلت له باشمهندس انا يا مستر ماجد انا مش هقدر اروح بشويه. مش هقدر اروح بشويه. انا ما اعرفش فين بشويه. في الفيوم مركز في الفيوم. قال لي لا ده طالبينك بالاسم. قلت له لا بشويه. قال لي ده قلت له ده الصعيد يعني. قال لي طبعا مع احترامي طبعا الصعيد طبعا. قلت له لا انا مش هقدر. قال لي طب بص هكلم. كان المدرب جمال مساعد. فقال لي نجم الاهلي والاتحاد. قال له لا ده احنا عايزينه عشان يلعب اول ماتش في الدوري اسوان. قلت له يا باشمهندس مستر ماجد انا مش هلعب دلوقتي مش عايز. انا ممكن يجي لي فرصه بره. فقال لي فرصه بره فين؟ قلت له انا عندي ايجنت بره كان مكلمني قال لي هدور لك على حاجه. قال لي لا انت معاك فيزا؟ قلت له معايا فيزا. سبحان الله يا اسلام ده تيرنينج بوينت رهيبه يعني قصه اساسا يعني قصة. ممكن ناس كتير جدا ما تعرفهاش بس لكن هي عبره الاجيال يعني. فقلت له معايا فيزا. قال لي طب خلاص تلعب عندنا. قلت له العب عندكم فين؟ قال لي في ليرس. قلت له ماشي. راح رافع سماعه التليفون راح مكلم نيل رئيس النادي هناك. قال له انا عندي راس حربه كان كذا 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 وهبعته لك انتوا طالبين راس حربه شوفوه. فقال لي اوكي. قلت له اوكي. اقرب من ابشوي يعني بدل ما اروح ابشوي اروح ليرس. قال لي بس ترايل. قلت له ترايل ماشي يا كابتن مفيش مشكله انا ترايل.
خلص راح مكلم الاسيستنت، قال لها جهزي جهزي له السفر. التيكت والسفر. فرجعت الو في طياره بالليل على هولندا لبلجيكا. فقال لي تسافر بالليل؟ قلت له اسافر بالليل. فهو طبعا الموضوع انا لما بحكيه دلوقتي انا نفسي مش مصدق وانا قاعد معاك انا أهو. دايما لما بفتكره حتى متهيألي انا باين على وشي اللي انت بتحكيه ده. الكلام ده كان الساعه 12 الظهر مثلا، انا طيارتي 12 بالليل. هروح على حالي امستردام. بيتي. قال لي هيقابلك واحد، ده الايكون بتاع ليرس، هيقابلك هيستناك، هو بيشتغل هناك دلوقتي معاهم يعني، هياخدك ويوديك يوديك بلجيكا. يوديك على لير. قلت له طيب. المهم رحت ركبت الطياره، وصلت الفجر الساعه 6 الصبح من امستردام، وقمت رايح على لير سكنوني في الاوتيل، قالوا لي ساعتين وهنيجي ناخدك، عندك ماتش، اللي هو بدايه الاختبار. كل حاجه بسرعه كده. بدايه الاختبار انا بكلمك ان ده كان الماتش بقى مع تيرن اوت النادي تاني اللي في اولى ب بتاع تبع المجموعه بتاعهم بتاع المجموعه برضه. اقعد ليه؟ فرحت الساعه 12 الظهر، انا الساعه وصلت 9، نمت ساعتين بالظبط. 12 ابقى عند في النادي عشان هنمشي بالباص نروح لتيرن اوت. اوكي. ف طبعا قابلت بقى هناك كان محمد عبد الواحد، شريف البيلي، ايوه، احمد سمير، وعمر ربيع ياسين، كانوا موجودين في النادي يعني. و لعبت الشوط الاولاني وجبت جول وطلعني. وبعد الماتش المهندس ماجد كلمني، قال لي لقيت صوت بيقول لي انا كنت براهن عليك، انا كنت صح زي كابتن حسن شحات. قال لي انا كنت صح لما وانت مسافر قلت ان انت ايه. سبحان الله. فعلا سبحان الله. المهم خلصنا الماتش، اتمرنت تمرينتين عملتهم جامدين جدا، لان انا كنت ساعتها عامل فتره اعداد في اسماعيليه مرعبه بقى، في الحر في النار وانا رايح جو بقى، فانا باخد النفس نفسين. أيوة. والقوه عندي قوتين يعني سابقهم. ف خلصنا التمرينتين، وعندنا بقى اخر حاجه ماتش مع ختافي الاسباني في افتتاح الاستاد. مين بقى بيلعب على بوندنزيري بتاع اوروجواي، وكونترا الباك رايت بتاع رومانيا، واللي كان ماسكني كاتا دياز المدافع بتاع منتخب الارجنتين. ونزلوني تلت ساعه في الماتش. احنا اتغلبنا 3-0، لانه طبعا ختافي كان فرق كبير عن ليرس كان مستوى لسه اقل من الفرق الكبيره دي. فكان المهندس ماجد قاعد جنب حد من الناس الايكونز في ليرس، فراح قال له، فانا كانوا مديني تيشيرت رقم 3 عبد الجليل فيرود ورقم 3 جديد. ما لسه بقى كانت زي بتاع فقال للماجد، قال له احسن واحد في الفرقه النهارده هو رقم 3. لقيته نازل لي بعد الماتش في اوضه اللبس، قال لي بكره تنزل تروح مصر تعمل ورقك وترجع بعد بكره. كل حاجه بسرعه كده بالظبط. خلي بالك المهندس ماجد يعني من الناس اللي في الرياضه اللي كانوا سابقين، وكانوا عندهم سرعه وعندهم فيجن كبيره جدا. وكان بدايه بقى من ان هو في قطاع، بدايه من اكاديميه ارسنال، هو اول نادي دخل اسم نادي اجنبي في مصر. هو اول من جاب يعني تعاقد مع الراجل الاسطوره اللي عمل تاريخ كوت ديفوار جان ماجيو، اللي هو جي ام جي واخد ويعني حصل على الحقوق بتاعتها، وقدر انه يطلع لعيبه كبيره زي زيزو ومحمد هلال يعني في وغير، ورامي بن سبعيني في الجزائر. كل دي كانت فرق بتاعه جي ام جي. هو بصراحه فاللي حصل، انا بحكي ليه القصه دي لانه زمان كنت رتبت حياتي انه انا بختار الاسماعيلي ولا الزمالك،
فلما اخترت الاسماعيلي قلت عشان الكوره وعشان عدد الفراوده اقل فممكن العب هنا فاروح المنتخب مع كابتن حسن. دي الرسمه اللي كنت راسمها ما مشيتش. لكن الحاجه اللي ما كنتش مرتب لها بقيت بلعب من ابشواي رحت لليرس. سبحان الله. ارزاق. وكانت نقله كبيره وانا بالنسبه لي كنت حاسس ان هي محطه اتاخرت كتير طبعا. لانه انا لما رحت بدات بقى انا رايح زي 8 كيلو. طلع ان انا زي 8 كيلو طالبين مني ان انا اخسهم في 14 يوم. خسيت كنت 6 كيلو خسيت 8 كيلو في 14 يوم لاني كنت بتمرن تمرينتين وثلاثه. وكانوا بداوا عملوا كان ساعتها لسه بقى او انا على يعني الوقت ده لما كنت رايح كانوا الكاتابولت بقى كانوا بيديهوني فانا ايش هذا وانا مش حاجه بقى ساعه فانا تتاكل دي ولا هو ايه ده يا جماعه. وكل واحد لما بنيجي نجري كل واحد بيجري على الهارت ريت بتاعه. احنا بنجري كلنا مجموعه مع بعض. احنا ما عندناش هنلف الملعب. انا كويس يا جماعه مش بكح ولا حاجه. كلنا بنلف عايزين مني ايه يعني مجموعه. انتوا ده جديد علينا. وكنا ننزل نجري في الغابه بقى طبعا. يعني الناس اللي بتطبق من 2006 الكلام 2005 2006 بالظبط. طبق الكلام ده بالظبط. يعني الجي بي اس اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده حاجات كتير جدا. حاجات بتتكلم ونيوتريشن وكل حاجه بقى. كل حاجه ونيوتريشن طبعا. لان هو كان 6 كيلو اهو. احنا كان بيتعمل لنا لوحه تاكل ايه النهارده؟ لا لوحه محطوطه طول السنه. اوكي. الاسم وبالايام. احنا بنيجي نوزن بعد اليوم اللي بعد الماتش. ايوه اليوم الاجازه اللي بعد الماتش. اوكي. فكان لينا رقم معين اللي احنا بنبقى الميزان المثالي بتاعنا. وبعد كده بتكمل لو زايد انت 100 جرام. لو زايد 100 جرام بيتعمل عليك بتتكتب بالاحمر ويعمل عليك دايره حمراء طول الاسبوع. فانت اللعيبه دايما بتلاقي يقول لك انت مش عارف تخين انت مش عارف ايه. يجي وانت بتحط اكل على الفطار تلاقي لعيب راح جاي وانت بتحط راح زقلك بالسكينه الاكل من على الطبق بتاعك. يجي المدرب يقوم مدي لك كلمه في النص 100 جرام بجد. ده غير طبعا البنالتي. لدرجه ان احنا في مره انا ومحمد عبد الواحد كنا عند ناس اصحابنا في هولندا وعملوا لنا اكل جامد بيوجبوا معاك اكل مصري جامد جدا. فاحنا رجعنا من دين هاخ. رجعنا الساعه 12 وعندنا تمرين الساعه 8 الصبح. فاحنا راجعين بطننا حاسين ان هي لسه منفوخه يعني مليانه. اللوحه هتفرح. اقسم بالله الكلام ده يعني. طبعا اخويا محمد عبد الواحد دلوقتي مدرب منتخب مصر طبعا وبتمنى له التوفيق. ربنا يكرمه. احنا رجعنا كان الجو كان تلج. نزلنا من الخوف ان احنا نزلنا نجري في الشارع حوالي ساعة عشان يعني نحس ان احنا نهدم. وتاني يوم رحنا احنا الاثنين داخلين على الميزان. مش عايز احكي لك الرعب ان احنا هنبقى زايدين زي بتوع الملاكمه. بالظبط وزن الملاكمه قبل الماتش. لا طبعا كانت تجربه بالنسبه لي كانت متاخره. لكن هي الحقيقه عوضتك عن شارلوت. طبعا اتعوضت عنها طبعا. لانه كمان حته ان انت تحترف دي او تلعب في نادي بره حتى لو في نادي كان في الدرجه الادنى من الممتاز وبعد كده يصعد ممتاز معاك وانت تبقى موجود مع لعيبه كبار. توماس رادزانسكي ديزيري جوب. وطبعا جه بعدينا بقى في حسام غالي جه وجه لعيبه كبار فتحت بقى. واحمد سعيد اوكا جه يعني في ناس كتير جدا. محمد عبد الواحد كان مكسر الدنيا. احمد سمير كان مكسر الدنيا. شريف البيري كان لعيب كبير حاجه يعني طبعا. وكان في يوسف فواز كمان ابن نادي الصيد. ايوه طبعا. كان معانا كان لسه صغير بس كان موجود معانا. فلا طبعا تجربه كانت بالنسبه لي جميله متاخره. لكن طبعا المهندس ماجد سامي راجل كان فعلا سابق عصره في وقت كان مهم جدا في الكره المصريه. اسلام انت بقى من كل التجربه العظيمه دي ورحنا للحته اللي هي بجد احنا عايزين نعرف المشكله فين. انت قصه كبيره. عندك تاريخ
احنا سعداء ان هو يوصل تاريخ للنهائي. جيد. انا بالنسبه لي تاريخ لا، جيد، أكثر الحمد من- لله أكثر من الحمد جيد لله. بكتير. خلي بالك في أنا شايفه مميزات، جيد، لا الحمد في لله. مميزات حلوه. و- يعني انت بتحكي عن حاجات ان محدش يستكبر على حاجه. بالظبط يعني انت كده. بتتكلم راحب شويه وبتفكر ان نادي درجه ثالثه كلمك بتقول انا فرحان فرحه الزمالك والاهلي، صح. ما استكبرتش اللي هو انا كابتن لا ما اقدرش اجي ده انا رجلي كبير، لا, لا، لا. يعني رحت للفرصه، ربنا اداك الفرصه الاكبر منها، فمحدش يستكبر على حاجه لان ممكن تكون خطوه لحاجه احلى. بالظبط. وده على يعني فكره حصل في طبعا. مشواري حتى في الشغل، انه ساعات لما الموج ممكن يعلى عليك حاول توطيله بالظبط. وتنزل درجه تقبل، اقل وتثبت انك جدير. وبتشتغل احسن، بيجي لك مكان سبحان الله. اكبر من اللي انت كنت ماشي سبحان منه. وده اللي انا كنت عايز بقى افتح معاك فيه حوار، انه الاكاديميات. انت اول واحد يحط الفكر بتاع الاكاديميات اللي انتشرت بعد كده زي النار في الهشيم زي ما بيقولوا، وبقت موضوع رايح بنسبه كبيره كوميرشال. احنا عايزين نعرف بقى بجد اللي هو المشكلة فين؟ المشكله، وهو اساس البودكاست بتاعنا ده. هو المشكله فين؟ المشكله انا هسالك شويه على بعض وهسيبك انت، لان انت مشوارك في الاكاديميات ده بصراحه برضو يدرس. يعني انت شايف هي الاكاديميات قائمه على كوميرشال فاكتور ولا قائمه على انها تطلع كوادر؟ والكوادر هنا انا هسالك السؤال بدبل مينينج. الكوادر دي هو برودكت لعيب يطلع في مدرسه محترمه زي مدرسه وادي دجله، انا بحترمها جدا وبحترم فكره جدا في الناشئين، ولا كمان في كوادر انت كنت بتظبط البروفايل وتحط الجايد لاين بتاع المدرب اللي هيشتغل في المرحله دي؟ ومتهيألي دي من وجهه نظر انا هي المشكله الكبرى يعني. طيب احنا هنتكلم الاول على قصه الكوميرشال شويه وازاي انه حاجه مهمه في الفيلد بتاع الكوره. مبدئيا انه قصه الكوميرشال اكاديميز والبرايفت سكولز والحاجات دي حاجه بقت اصلا بتتحط جوه رخص الانديه عشان تاخد رخصه الفيفا او تاخد رخصه النادي المحترف. اوكي. فالمشكله عندنا في مصر هنا ان احنا خلطنا الاستثمار او كلمه الاستثماري اللي طالعه بالشغل بتاع اللعيبه، التالنت والفني فني دخل في والمشاريع الاستثماري. وعايز اقول نقطه مهمه جدا، انه عشان احنا يمكن متاخرين في القصه دي، قطاع الناشئين والبراعم هو اسمه الاكاديميه. ايوه صح. لكن المدارس الخاصه هي اسمها برايفت سكول. والدليل ان احنا لما بنقول ده خريج اكاديميه ايكس مش بيبقى خريج اكاديميه ايكس الخاصه بتاعت خريجه كذا، لا بتاعت النادي، اكاديميه بتاعت النادي دي اللي هي القطاع. وده يمكن في الامارات في وفي السعوديه مسمينه الاكاديميه، صح. فيقول لك انه دي الاكاديميه. حتى بره عندهم مسمى انترناشونال سكول، انترناشونال اكاديمي. وبدات يمكن انا الموضوع ده من اتلتيكو مدريد. لما انا في الاول عشان تبقى عارف انا في اتلتيكو كنت نائب المدير، وبعد كده بقيت ماسك الاداره يعني. وهي كانت شركه خاصه طبعا بتملك الحقوق. ويمكن بدات احط الحاجات او النقط اللي انا شايف ان هي تنجح اي مشروع. وكنت شايف ان اتلتيكو كان مشروع ناجح، طلع لعيبه كويسين راحوا انديه داخليه. لانه قصه ان انت تقول اكاديميه باسم نادي من بره هياخد لعيب يودي بره، دي ده ما بيحصلش، عمره ما حصل. عشان اللي بنكذب بيها الاهالي. لكن الحقيقي المهم الحقيقي ان انت بتطبق الكريكولم بالظبط بتاع النادي الاجنبي ده، بتاع الحته بتاعت السكول. خلي بالك بتاعت الفاونديشن، يعني ان انت ازاي تطلع الولد بيعرف يطلع باس، يقف ازاي، يغطي. لانه في الاخر انت بتتعامل مع اولاد ممكن يبقوا لسه بيتعلموا الكوره ولسه بيتعلموا الجري اصلا. صح. فانت عشان انت كوميرشال فانت بتستقبل جميع المستويات، فتبدا تحطهم في المستوى A او B او C. طب خدني جوه المشكله اكتر شويه بقى اسلام. الموضوع في مصر رايح فين في القصص دي، حتى في الانديه اللي ليها اسم، يعني اهلي، زمالك، بيراميدز، اتحاد. المشكله زي ما قلنا، المشكله انه
ان احنا خلطنا الاتنين ببعض، وده لازم يحصل فيه فصل من دلوقتي، ولازم يمكن اعتقد ان كابتن علاء نبيل ان شاء الله هيفصل في الموضوع ده، اتكلم في الموضوع ده فعلا. او هيبقى ليه دور، لانه راجل كان عنده تجارب سابقه في الفيلد او في الحته بتاعه الناشئين والبراعم والقطاعات، وصاحب قصه نجاح في زد الحقيقه. طبعا الحقيقه يعني. طبعا وبكره المقاولين، فهو شاف دي وشاف دي طبعا يعني، فهو شاف الحاجتين. الحزن اللي انا بشوفه ان النهارده قطاع قلب استثماري بالمعنى الاستثماري، مش المقاولين بتاع زمان يعني. طبعا ده يعني انا يعني حقيقي حزين جدا للي بيحصل في النادي. أيوة. وانا شايفه ان دي خطوات يعني ضد المشروع اللي حصل بخروج صلاح والنني. طبعا. فطبعا انت كان عندك فرصه عظيمه تبني عليها طبعا. فانت رحت في حته تانية خالص، مع انك برضو ممكن كنت تشتغل كوميرشال بطريقه مثاليه وتقدر تجيب فلوس كتيره جدا على حس محمد صلاح والنني. صح. لكن تم استغلال الامور بشكل خاطئ وشكل غلط في الفتره الاخيره. ويمكن انا هتكلم دايركت في القصه دي لانه ده ناديه والنادي اللي انا بيتك بنتمي ليه طبعا. وشايف انه ممكن يرجع تاني لسابق عهده مع شويه حاجات لازم نحطها في مكانها الطبيعي يعني. صح. نحط فرق المقاولين اللي هي قطاعات الناشئين في مكانها، قطاعات البراعم في مكانها، القطاع الكوميرشال في مكانه، اللعيبه اللي في البرايفت سكول هيبقوا في مكانهم. يبقى انت قدرت تشتغل، وده اللي المفروض يحصل في كل الانديه، عشان بس ما نتكلمش على المقاولين بس، الموضوع في المقاولين بس، لانه هي مشكله الاهلي والزمالك. ما بيحصلش ليه بقى اسلام؟ هل احنا مش عاوزين؟ هل احنا ما عندناش كوادر؟ لا، لانه هقول لك انا اللي بيحصل انه كل نادي ما بيحطش السياسه اللي هو عايزها من القطاع اللي موجود تحت، مفيش اوبجكتيف محدد. فبيجي رئيس قطاع الناشئين يقوم يقول لك ايه، انا عشان ارضي الاداره انا هعمل لهم فكره جامده جدا او مدخل لهم فلوس، اجيب لهم فلوس من الاستثمار، فنبدا في العجن بقى. نبدا نعجن، نحط ده مع ده وده يخش مع ده، وواحد يشتري فرقه كامله يعني ويلبسوا لبس النادي. مش عايزين نتكلم على نادي بعينه، بس بيحصل انه تعرف انه في شخص عنده اكاديميه خاصه اشترى اسم نادي بيلعب في دوري كذا، ده اسمه عجن طبعا بجد. اللي احنا بنعمله ده خلي بالك مردوده واضح في الفترات الاخيره طبعا على لاعبتنا. يا اسلام انت بتقول اخر بطوله جمهوريه انت اللي واخدها النادي المقاولين في التسعينات. مش متخيل نادي المقاولين ايوه بقى له 25 سنه ما خدش بطوله الجمهوريه، بس انت بتتكلم في نادي زي ده ما خدش بطوله الجمهوريه. الاتحاد ك البيج ديسيجن ميكر على منظومه على اللعبه، مش المفروض يسمح ان اكاديميه تروح تشتري مكان فرقه ويلعب بيها دوري جمهوريه. ده اللي بنطلبه دلوقتي من كابتن علاء نبيل، ان هو يبدا يغير اللي كان بيحصل. خلي بالك الموضوع في جوانب كتير جدا، كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه واجنداته وازاي هو عايز يوصل باعلى مستوى للمكان اللي هو فيه. صح. لكن احنا ما بنتكلمش على الفيجن الكبيره والسيركل الكبيره والمنفعه الكبيره. المفروض مين اللي يحطها والسياسه اللي يحطها؟ اتحاد الكوره. فما ينفعش ان انا اجي عند المنطقه واقوم قايل طب انا هفتح الاستثماري واخلي اكاديميه تشتري اسم مركز شباب. على فكره انا دي تجارب عملتها عشان تبقى عارف. أيوة. وخضتها، ومع الخبرات شفت ان هي حاجه صعبه وحاجه غلط. لكن الصح ان احنا نبدا نمشي في الطريق اللي يخلي مستوياتنا ترجع للفتره بتاعت اواخر التسعينات واوائل الالفينات، اللي هي نتج عنها ان احنا حصلنا على 3 بطولات افريقيه. صح. احنا عندنا منتخبات الناشئين ومنتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي. بنوصل بنخش بطوله قاريه افريقيا، لكن ما بقيناش متوحشين زي ما كنا. بقيتش بعبع زي زمان. بقينا كنا في الاعمار دي كنا سهل جدا بنقابل اي حد بنكسبه. صح. فانت اللي جاي في الكره المصريه لو مشي كده هيبقى في مشكله. ليه؟ المنتخب الاول لما كان في كامل قوته كان امتى وفي عصر مين؟ لما كان موجود
منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين بتفرغ لعيبه كتير. فمنتخب الاول بتاعك من تحت، المنتخب الاول بتاعك لعيبه كانت لعبت دولي ومتربيه تربيه منتخبات. ايوه كان بيطلع معاهم 2 3 كده ممكن يخشوا في السكواد، لكن لو بصيت على سكواد 2006 و8 و10 هتلاقيهم لعيبه نتاج منتخبات. خلي بالك يا اسلام اللي جاي بقى اللي انت شايفه دلوقتي ومنتخب اللي انت بتتفرج عليه في كاس العاصمه الاداريه، هتلاقي اغلب السكواد لعيبه ما لعبتش منتخب مصر وهي صغيره وهم صغيرين، محليين في انديه صغيره، لكن بيلعبوا دولي على مستوى وهم كبار، ودي حاجه هتعمل مشكله كبيره جدا لسنوات طويله لو احنا ما صلحناهاش. فلازم نلاقي حل للمشكله دي اللي هي انا شايف ان هي دي لب الموضوع، اللي هو ايه؟ نفصل قصه الاستثمار عن قصه المشاريع او الاكاديميات اللي هي بتطلع اللعيبه التالنت. وما ينفعش نظلم كلمه الاستثمار او نقول نلغي الاستثمار، لان ده حاجه اساسا مش هتحصل. صح. لانه فيفا بتطلب من الانديه ازاي تزود مواردها وتدخل انكم وتعمل بروفيت. فانت من ضمن المشاريع اللي عندك هو البرايفت. خلي بالك انا اللي ممكن بتدخل فلوس بالبرايفت سكول ده طلع ولدين كويسين يوديهم للجزء بقى بتاع الفرقه المراعي نفسها. خلي بالك مش, احنا مش عملنا اكيد فيهم عيال لعيبه برضه. وده اللي كان بيحصل في الموديل بتاع وادي دجله. اوكي. لانه انت لما بتحط ستراكشر صح وبتعمل باث للولد بدايه من البرايفت سكول يخش على الجراس روت سيكتور او بتاع البراعم، سيكتور البراعم، يروح على اليوث، يروح على الفريق الاول. انت عملت له الطريق ده ووضحته صح للولد وللاهالي وللمانجمنت. انت لا الاهالي هتتدخل ولا هيبقى في مشكله مع المانجمنت. والدليل انه الولاد طلعوا على فكره. يعني دلوقتي النتاج زعلوك، هايل كباكا، عمر وائل، رشدان، طبعا في الموديل الثاني اللي هو كان JMG زيزو، رامي بن سبعيني طبعا الناس محمد هلال، لعيبه كتير جدا. يعني مش يعني ممكن نقول اسماء كتير طالعه من قطاع الناشئين او قطاع البراعم او الاكاديميه الخاصه اللي هي كانت ارسنال وبعد كده بقت وادي دجله. كانت هم طلعوا والموديل مشي صح. بس انت رحت في وادي دجله وكانوا هم ماضيين مع ارسنال وكان في فاونديشن. انت عين خدت لعيبه كويسه نقلتها المرحله الاكاديميه المملوكه لوادي دجله، حصل فيها اسسمنت، اتاسسوا مظبوط. انا متهيألي لا اتاسسوا مظبوط، واشتغلنا كمان على النقطه الاهم وهي المدرب. انا كنت لسه هاجي للمدرب. ان انت بتلاقي مشكله في السوق بقى يا اسلام، اكيد انت عارفها، انه المدرب يروح لواحد جاي له من الاكاديميه هو على طول بيشوفه جريد سي، مع انه ما ادالوش الفرصه الكامله اللي هو ممكن يتحط فيها في البروبر اسسمنت. فما بتلاقيش واحد يروح له لعيب هو عايز يبص على الكواليتي على قد ما هو انت جاي بقى من نادي اكس، انت سي على طول باي ديفولت سي. خلي بالك احنا عايزين انه ما نظلمش المدرب ونحطه ان هو الحلقه اللي كبش الفيلم، مش كبش الفيلم المشكله. لكن احنا ممكن نقسم المشكله دي لكذا جزء. المدرب ده انا بعتبره مشروع طبعا. لما ابدا اجيبه واشوف ان هو واحد بروميسنج ان هو يبقى كاركتر او شخصيه تقدر تقود او شخصيه تقدر تعلم، انا المفروض كاداره لازم اشتغل عليه. وده اللي برضو حصل فيه بالظبط. وده اللي برضو يمكن حصل في وادي دجله وحصل في كذا حته انا رحتها بعد كده. بس انا بدي موديل وادي دجله عشان هو يعني اشتغلت فيه مده كبيره في مصر. وادي دجله انا واحد ممكن اكون منحاز له لدرجه كبيره جدا 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 جدا، لان انا عاصرت الموضوع ده. انه ده النادي الوحيد، يمكن انا عشان قريب من دوري الجمهوريه وبشوف الناشئين، ده النادي الوحيد اللي بيبيلد اب من تحت وما بيفرقش معاه النتيجه، وبياخد ريسك انه يطلع سنه صغير يلعبه في المسابقه كلها بالسن الكبير، وياخد السن ده يلعبه في السن الاكبر. يا راجل تكيس لما قاعد يقول لك الجون يبتدي ومين يبتدي هنلعب كده وهنلعب كده يعني واصرار رهيب. بص مع اختلافي مع تكيس يعني معلش يعني انا بس بقول لك كفكر سيبك من طريقه اللعب. انا كنت شايف انه طبعا ينفع ناشئين اكتر، انه الموضوع يبدا من تحت وبعدين يبني على فوق. لكن هو يمكن بدا بالطريقه الثانيه. لكن
رجعوا تاني دلوقتي يمكن أيوة، بيظبطوا الامور دي بان هو بيعملوا ان هم يرسموا الموديل بتاع تحت ازاي نقدر صح. نبني ونبلد الهرم من تحت. صح. واعتقد ان هم هينجحوا. بس انا ما بشوفوش على فكره. انت واحد من صناع او واحد من الانشيتورز بتاعت اكاديميه وادي دجله، مرورا بان انت جبت الكابتن مانويل جوزيه الاسطوره اللي جه عمل مع الاهلي حاجات وبطولات رهيبه. بس انا وانا قاعد بتفرج كفيور، بعيدا عن ان انا بفهم او ليا في الشغلانه بارشلي، بس انا بشوف انه حتى المدرب بتاع وادي دجله اللي واقف على اي فرقه من فرق الناشئين هو تركيزه على الديفلوبمنت اكتر من تركيزه على النتيجه. يعني هو عاوز الفرقه تلعب كوره، ده مش موجود. الكيفيه بالظبط. خلي بالك ده اللي كنت لسه بكلمك عليه، انه لازم نرجع لانه النقطه والمشكله عند اتحاد الكوره. انا لما اعمل بطوله واعمل نظام لازم احطه جوه سياق المهرجان. صح. لو انا هعمله للبراعم عشان صح. ما اخليش الامور تطلع مننا بطريقه فيها يبقى الواحد اجريسيف، ولا بيبقى كل همه ان هو يكسب ولا ياخد 3 نقط، وده مش مين هيعرف ولا هيفرق في حاجه خالص. لانه خلي بالك انت عشان تحدد لعيب كوره هيكمل ولا مش هيكمل عمر بعد مرحله البلوغ ده مبدئيا، بس عشان يعني نبدا نتكلم هو الولد ده هيكمل ولا لا. صح. فنيجي بقى دي مرحله تانية بنبني من عندها ازاي ده ممكن الكاركتر انا دايما بحط كلمه يعني لحظه انت كنت لسه اقول لك انت مركز على الكاركتر مش على التالنت خالص. شايف ان طول عمرك اللعيب هيستحمل زي صلاح هيستحمل ولا لا؟ اللعيب الشخصيه، اللعيب اللي عنده هو اللي هيكمل، هو اللي بيكمل. بس هو اللي لما هيقابل مواقف هيقدر يجتازها، هو اللي هيقابل صعوبات هيقدر يعديها. كل الحاجات دي بتطلع شخصية من الكاركتر، ما بتطلعش من هو اللي لما هيلعب قدام جمهور كبير هيبقى مش فارق معاه. احمد حسام ميدو، صح. ميدو اول ماتش ليه 17 سنه بيلعب قدام 120,000 متفرج، ماتش مصر والمغرب، صح ولا تصفيات 2002؟ احنا عندنا لعيب دلوقتي يقدر يلعب منتخب مصر، يقدر يلعب في منتخب مصر، يلعب في الدوري اللي بدون جمهور دلوقتي وهو عنده 17 سنه. مستحيل. برضو دي نتيجه لايه؟ لانه الاجيال اللي موجوده دلوقتي اصلا في الفرق اللي في الدرجه الاولى او في اللي موجوده في الدوري الممتاز ما بقتش بقوه اللعيبه بتاعه زمان، اللي كان لما لعيب صغير بيطلع بيخش جوه المنظومه فبيقدر يتشال. صح. يعني دلوقتي لما بنتكلم على زعلوك، ده سترايكر هايل، عنده مقومات ان هو يبقى فيرود جامد جدا، بس كان لازم يبقى موجود جنبه واحد حد يشيله. شال حسام حسن، شال ميدو، شال حازم، شال عبد الستار، ده طبيعي، ده اللي كان بيحصل كده طبعا. انا فاكر لك واقعه على فكره. اتفضل. مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبليها لما انت كنت لسه بتجلى، او يمكن بعد كده من زمان شويه 2005 كان المفروض هم اللي ياخدوا الدوري والاتحاد خد الدوري، وانت كان في حوار شويه على نقط او على شويه حاجات، مش هو موضوعنا، بس شوف انت كنت في وقت الفرقه دي انت طلعت وكنت بتدافع عنها ان هي الدوري، وباركت للولاد وعملت وطلعوا التاني، اللي النهارده ممكن لو بصيت في الجدول بتاع دوري الجمهوريه 2005 ما تلاقيهمش من العشر الاوائل بالنظام الجديد. وانا في الوقت ده ما كنتش موجود، انا كنت في الامارات. صح. لكن انا كنت فرحان بيهم ازاي هم كانوا بيلعبوا بطريقه اللعب اللي هم كانوا يعني اشتغلوا عليها. صح. وكانوا ان وادي دجله ينافس على دوري جمهوريه، دي حاجه كانت برضو جديده. صح. وانا اشوف ان المدرب يا اسلام، لكن انا برضو انا مش ضد ان هو في السن ده ينافسه على فكره، او لانه انا ما بقولش ان انا مش ههنيه، لان في الوقت ده انا دايما كنت بقول ان ثقافه الفوز لازم نبنيها عند الولد اللي هو من عند 15 16 سنه عشان يطلع ولد بطل. في الفتره دي كان ماسكهم كابتن علاء عبده وهشام خالد كان المدرب. يعني اتذكر ان هو كان علاء وهشام خالد اللي كمل بيهم. واللذيذ اللي بيخليني دايما انا منحاز للمنظومه دي ان بعد ما كابتن علاء او بعد ما راح الاهلي وبعدين دلوقتي راح المنتخب مع شيتوس،
ان هشام خالد مكمل بالطريقه ودي اكتر حاجه عجباني، ان وادي دجله عنده ايدنتي في منهج بالظبط. انت المدرب ده موجود مش موجود في خلي identity. بالك معلش هرجع لقصه الكاركتر ليه؟ لانه انا لما تعاقدت مع طبعا بموافقه الاداره طبعا اللي ادوني سبورت كبير جدا في اني اتعاقد مع مانويل جوزيه، وكان معانا ستاف بقى نجوم مصر. خلي صحيح. بالك انه كان موجود اسماء كبيره جدا عارف. على في القياده الفنيه للاكاديميه الخاصه والقطاع البراعم. مفهوم. وليه انا اصريت ان انا عايز اجيب مانويل جوزيه؟ انه مانويل جوزيه انا لما قعدت معاه اول مره قال لي انا ما اعرفش حاجه في البراعم. فقلت له هو المدرب براعم، قلت له على فكره انا مش عايزك تيجي للبراعم، انا عايزك تيجي عشان المدربين. فقال لي هقول لهم ايه؟ قلت له انا عايزك تبني كاركتر المدرب، كاركتر مش كاركتر. عايزك تديله مش فني، مش عايزك تديله فني، بلس اني انا عايزك جزء كوميرشال، انك تبقى موجود معانا ايكون. فالناس كلها هتيجي على حس ان جوزيه طبعا. وساعتها اللي حصل ان احنا الارقام طبعا راحت في حته تانية، سواء في الاكاديميه في البرايفت سكول يعني، او في عضويات النادي. طبعا احنا تدريب الاكاديميه الخاصه كان في جمهور. ايوه ده بجد. ايوه. بس هو طلب مني طلب انه عايز يجيب معاه فيدالجو كان مساعده في النادي الاهلي. وفيدالجو عنده تاريخ كبير جدا في سبورتنج لشبونه وفي براجا وكده، وكان هو مدرب كريستيانو رونالدو ايام يعني وهو عنده صغير. 14 و15 في سبورتنج. فقلت له خلاص نجيبه، ووافقوا الاداره، وبقى فيدالجو ماسك الحته التكنيكال، وجوزيه بقى ماسك الجزء كاركتر والاعداد وتطوير ازاي المدربين. اقدر ابني ولد وابني لعيب واتكلم مع ولي امر، والمنظومه فعلا كانت شكلها بروفيشنال بشكل كبير جدا، مع وجود طبعا نجوم كبيره جدا كانوا موجودين معانا. قعدت التجربه دي قد ايه بقى اسلام بتاع جوزيه دي؟ جوزيه قعد 4 سنين. بنى طبعا لانه في نتاج حصل. طبعا. احنا كنا بنروح الماتشات بقى بتاعت البراع. هو الراجل كان التعاقد اصلا معاه انه يجي يومين في الاسبوع، بقى بيجي لي كل يوم. هو حب الشغلانه بقى انا بقيت اقول له انا عايز اريح شويه كده، انا عايز اريح، انا عايزين ناخد نفسنا. وبلس ان هو خلي بالك وده وعلم يعني وانا طبعا من علاقتي معاه اللي هو كنت قريب منه طبعا يوميا وكده طبعا. فكان بيحكي لي قصص وبيحكي لنا كلنا الحقيقه يعني لذيذه طبعا. وده اللي نجح مانويل جوزيه، وهينجح اي حد سواء اجنبي او مصري في الفيلد بتاع او الكوره في مصر، ان انت تبقى عندك شخصيه قويه. صح. والدليل انه اي مدرب اجنبي كان عنده شخصيه قويه نجح. صح. وكسر الدنيا. مظبوط. مانويل جوزيه، فيريرا، ثيو بوكير في عهده الاولاني طبعا. ده خلي بالك ده من اعظم المدربين طبعا. ده كان مدرب كبير جدا. وكان طبعا هو كان معاه زوجته اللبنانيه كانت مدياله قوه جدا، لان هي كانت هو بيتكلم عربي، بيعرف يتكلم عربي، هو بيفهم بس هو ما بيفهمش. هو عالمي. لا بمناسبه اللي بيتكلم عربي دي عندنا بقى نجيب صاحبها. لكن هتلاقي انه ضعاف الشخصيه هتلاقيهم كلهم ما عملوش تاريخ كبير جوه مصر. صح. وده اللي يمكن كنت بقول انه او كنت بسال عليه دايما مع مانويل جوزيه. فكان طبعا هم لعيبه الاهلي بيحكوا طبعا بطريقه اكبر لان هم عاشروه اكتر سنوات طبعا. لكن ازاي هو كان عارف خلي بالك ازود بس معلش كوبر وكيروش ازاي هم كمان كانوا عندهم شخصيه قويه، وكابرال طبعا نجحوا. وازاي وده اللي هربطه بكوبر وكيروش، ان هو يعرف المستوى اللي معاه فبيقدر يديلهم الجزئيه اللي هتنجحهم. طبعا. خلي بالك مانويل جوزيه قال لي انا كنت بكسب ب3-4 حاجات. كل البطولات اللي انت شفتها دي كنت بقول لهم 3-4 حاجات يعملوها بس. وخلي بالك ده اللي المفروض نشتغل عليه دلوقتي في قطاعات الناشئين. ليه؟ اول حاجه احنا بنقلد بس عندنا هنا في مصر، بنقلد بس. نيجي الفرق بره بتلعب 4-3-3 يلا احنا 4-3-3.
5-3-2. احنا لا، ما 5-3 دي زمان. احنا 4-4-2 بدأناها لما كابتن طارق العشري قال لك ده اتعملت. هو طبعا احنا كنا عملناها مع كابتن حسن، بس كابتن طارق لعب بيها وقت كبير وبطريقه تانية. اوحش حاجه انك تقلد وانت المستوى اللي عندك او الادوات اللي عندك ما تقدرش تعمل ده. طبعا. صح. فانت مثلا بتيجي تطلب من الوينجز ان هم يروحوا لا يروحوا ويشتغلوا، وبعد كده يقوم كاسر ويقوم عامل الكرة، لا يعمل الكرة اللي في الجول بتاعت ميسي ولا بتاعت رونالدو ولا بتاعت امبابي بتاعت اي لعيب كبير. احنا ما عندناش ده. هو ماشي ما عندكش. لكن انت لو طلبت من اللعيبه الوينجز دي اللي انت عايز تلعب 4-3-3، لو لعبتهم على عدلتهم بالظبط بطريقه كابتن مصطفى عبده وكابتن طارق يحيى، ارفع اوفرات وتعدي جمال عبد الحميد يخلص، ويبقى عندك راس حربه زي مصطفى محمد اللي هو احنا دلوقتي مش عارفين نستغله عشان احنا عايزين نلعب بنفس الطريقه. حتى لما صلاح خرج كنت لازم تلعب ب2 وينج على عدلتهم وتشتغل كروس باس، لانه انت الاسهل ليك في الكوره من ان انت ما عندكش لعيبه تقدر تشتغل تكسر وتلعب في الجول على طول بطريقه مباشره، انك تشتغل لانه كل اللعيبه بتبقى جايه بوشها سواء مدافعين او مهاجمين، ففرصك في التهديف بتبقى اكبر من ان المدافع يطلع. هو نجاح خصوصا ان انت عندك سترايكر بقيمه مصطفى محمد، هجام بيخلص اي حاجه. فانت لازم تبقى بتعرف امكانياتك امكانياتك تطبق عليها خطتك. احنا منتخب مصر للشباب مع كابتن حسن شحاتة احنا كنا بنلعب 3-5-2 او 5-3-2 فعلا. 5-3-2 ازاي؟ بليبرو و2 مساكين وباكين و2 ديفندر، وكنا احنا يمكن عمرو وانا ومتعب 3 فراوده. كنا بنلعب بليبرو في وقت ما كانش فيه البطوله كلها ما فيهاش ليبرو. بنلعب قدام كوت ديفوار اللي هي يايا توريه وروماريكو وارونا كونيه وارونا دنداني وكالو كل الموجودين، غانا بواتينج وسوليمون تاري، كل اللعيبه دي موجوده. بنلعب ليه؟ عشان دي امكانياتنا ان احنا نلعب بالطريقه دي. قفل حسن سوري جالنا المقاولين بقينا بنلعب ب 4-4-2 بطريقه مش بتاعت 4-4-2 من غير ليبرو. لا احنا لما بندافع بيرجع الهاف ديفندر بيرجع بيبقى مساك، والمساك بيرجع ليبرو. اتفرج بقى على ارتيتا اول امبارح في ماتش مانشستر سيتي ضد ارسنال بيدافع ازاي. ايوه بيدافع بالاثنين وينجز، صح، ساكا وخيسوس. اول ما الكرة بيفقدوها لا مش بيضموا، دول بيرجعوا رايت باك وليفت باك. انت متخيل؟ عايز اللياقه يا اسلام. ما هو خلي بالك بقى، ما انا هكمل لك. بيطلب منه يعمل 60 او 70 دقيقه، ومع الدقيقه 60 شكرا عمل التبديل، طلع خيسوس وطلع ساكا، نزل مارتينيلي ونزل تروسار. يعملوا نفس القصه بالظبط. عملوا نفس القصه. لو تتفرج ده ارسنال اللي هو يعني احسن لعيبه العالم، يعني ازاي هو قدر يوقف اللعيبه بتاعه مان سيتي في ماتش. هو طبعا بعد فترات كبيره جدا هو طبعا تعب منهم قوي، بس عشان تقدر توظف امكانيات لعيبتك بالطريقه الصح انت ممكن تغير الطريقه. صح. فانت في ساعتها انت بتدافع ازاي؟ بتدافع ب6 وقدامهم خط وسط خط نص قوي، وقدامهم راجل سترايكر بيشتغل ما بين الديفنس لما في حاله الهجوم. اتفرج بقى على سرعه بتتفرج على سرعه الارتداد، بتلاقي ساكا وخيسوس طايرين وهافرتز بيبقى مكمل، كله بتبقى فرقه. والعب لحد ما تتعب، عندي البديل بتاعي هينزل يعمل ليه بقى؟ بالظبط. لانه برضو احنا بنختار السكواد صح وبنختار الاماكن صح. مش زي معلش دلوقتي انت عندك مثلا نادي الزمالك راح عمل ميركاتو هايل، 8 راح جاب 8 خط وسط، ما ينفعش كده طبعا. ما عندكش سنتر باكس ولا وينج ليفت. طب انت ولا باك رايت ولا باك ليفت يعني. هنرجع، انا معلش بتطرق كده وانا ماشي المواضيع كتير، لكن الحديث بجد معاكم انت اللي الحديث معاك شايف. واحنا محتاجين شهر. انت بقى بتاعه المشكله اللي احنا برشامه الاكاديميات دي بالظبط. طيب لازم كل نادي يبقى عنده اكاديميه خاصه بتاعته. اوكي.
ويخلي فيها مدربين بيقدروا يعلموا السن الصغير اللي ممكن ولد ما يكونش عنده امكانيات انه يبقى لعيب كوره، وفي نفس الوقت يبقى عنده الامكان. في لعيب ممكن يبقى جاي لك عنده امكانيات اللي هو تقدر تنتقيه توديه قطاع البراعم اللي هو اول سلم في طريقه للفريق الاول. صح. النقطه الثانيه اني اقدر اشتغل، اني لازم اشتغل كوميرشال كويس جدا، لانه دي حاجه مدخول مهم جدا لكل الانديه. وعشان تعمل مدخول كويس من الأكاديمية لازم تركز على الديتيلز، بداية من المدرب في طريقته، في أسلوبه، في لغته، حواره، في لبسه، في اتيتيودو، في رخصه، كل حاجة في تعليمه. لأنه هو بيقابل كاتيجوري ممكن يبقى أعلى من كاتيجوري اللعيب بتاع الكورة اللي هو بتاع الشارع. صح. فما ينفعش أبقى كله ينفع في الحاجات كل دي بالظبط. وفي نفس الوقت خلي بالك احنا دلوقتي ليه بنضرب مثلا مثال بكابتن بدر رجب، قعد طول حياته شغال في البراعم وفي الاطفال والقطاعات اللي هي بتاعت الولاد الصغيرين. مش عيب ان انت تفضل متخصص في حته معينه، بس تبقى ليجند او تبقى تالنت او تبقى راجل ايكون في الحته دي. اسلام، انت يعني بسرعه كده انت مسكت قطاع ناشئين في فيوتشر، واعتقد ان انت انا مش عايز اتكلم عن التجربه لان انا متاكد ان انت كان ليك بصمه فيها، وانا برضو علشان جوه الحوار شويه فانا عارف. بس انت عارف ان في مشكله كبيره جدا في مصر، ان انت وقت التشكيلات، ومش كل الناس اللي بتسمعنا تعرف يعني ايه كلمه تشكيلات. انت ممكن تجيب مانس تقول له تعالى امسك 2015 يزعل، مع ان هو مانس هو الوحيد قادر انه يطلع من تحت او يقدر يصنع من اللي تحت. هنرجع بقى للنقطه دي، نقطه ان دي الاداره. بالظبط. عشان انا مش عايز احمل المدرب بقى عنده مشكله كبيره جدا معلش في انه لازم يعلم نفسه فهيصرف على نفسه والمبالغ بقت كبيره جدا. صح. لازم يشتغل كذا شغل عشان يقدر يكفي حياته. بالظبط. هنحلها ازاي؟ اداره النادي لازم البادجت بتاعت قطاعات الناشئين لازم تعلى شويه وتبقى ماشيه في خط متوازي مع الارقام اللي بتعلى في السوق بتاع الفريق الكبير. لانه انت طول ما انت عندك قاعده قويه تقدر تبني عليها هيبقى عندك فريق اول قوي. دي مشكله كبيره. فلازم المدرب بتاعك لازم تشتغل عليه ولازم تنفست فيه ولازم تديله كل الحاجات اللي تخليك انت you can lead him. يعني صح. يعني انك تبقى بتطلب منه حاجه ولازم هو ينفذها وتبقى عارف ان ينفع تتنفذ لان انت وفرت له كل اليات النجاح. بالظبط. لكن المدرب مشروع دلوقتي اعتقد ان برضو اتحاد الكوره الفترات الجايه هيشتغل عليه الرخص وعلى الحاجات دي، ولازم كل مدرب يعرف امكانياته ويوافق على ان هو لازم يبقى في الحته دي. مش لازم ابقى مدرب في الفريق الكبير. صح. في مدربين كتير جدا عملوا تاريخ في الناشئين. صح. بلس انه زي ما قلت لك انه الادارات لازم تزود الحته الماديه شويه للمدربين. ليه؟ صح. لانه انا عايز اتراكت كمان اللعيبه اللي لسه مبطله النجوم، لانه احنا افتقدناها الفتره الاخيره. انه اللعيبه اللي لسه مبطله ما بقتش تحليل وتروح تطلع الاستوديوهات او يا اما بيروح يشتغل اي شغلانه تانية او صح. لو مدرب كبير اخده معاه في الجهاز الفني ده هيوصلنا للديفينيشن ان يبقى في انديه اسمها فيدرز، هي شغلتها انها تصدر لعيبه سواء محليا او خارجيا او مدربين المدربين بدايتهم دايما والانجح على فكره هم بدايتهم براعم ناشئين. كل اللي احنا شايفينهم على الساحه دي دول بدأوا صح. من قطاعات البراعم والناشئين والاكاديميات الخاصه عشان تبقى عارف. لكن الارقام دلوقتي شويه مش هتبقى جاذبه للعيبه اللي لسه مبطله ولا اللي عايزه تخش في فيلد التدريب. لا الموضوع هيبقى صعب. فانت في دور
على اتحاد الكوره، في دور على ادارات الانديه، في دور على المدربين، في دور على كل شخص موجود، في دور على ولي الامر طبعا لسه هقول يعني طبعا. دور مهم جدا. وبتمنى انه يعملوا زي بابايا كده، ان هم يودوك يسيبوا بالاتوبيس، عيالهم. تروح بالاتوبيس، يعني تروح بالاتوبيس. يقول له هو لما يقول له انا عايز اروح النادي لوحدي مش هنروح يسيبه. بالمرسيدس، مش هنروح بالمرسيدس. صح. بس لا مش عارفين نقول لك ايه، في الحقيقه محتاجه حلقات شهر شهرين. الناس انا متهيألي ناس كتير جدا ما تعرفش التاريخ الكبير بتاعك ده بره وجوه وابشواي والارسي يعني الموضوع شيق جدا جدا. وبعدين زي ما بقول لك الحديث فيه رساله، وفيه حته ما تستكبرش، في حته ما تستصغرش، في حته ما تتعالاش على فرصه، لان الفرصه بتوديك في حته تانية خالص. صح. حياتك كلها كده، انا شايف ان حياتك كلها يلا بسرعه باسبورك جاهز، نط في الطياره التانية بكره هنروح فين. فحياتك سريعه جدا، فيري دايناميك، بس طلعت منتج في الاخر يعني حاجه مشرفه بصراحه. الحمد لله. ودايما لما بحكي انا بحكي كده عشان كل الولاد الصغيرين ياخدوا من التجربه الحاجات صحيح. اللي هي ممكن تفيدهم. صح. انا ممكن اكون ما عملتش تاريخ كبير قوي زي ما كنت بحلم كلاعب، لكن شايف انه ربنا كرمني في بعد كده في شغلي اكاديميات لحد ما وصلت للمكان اللي انا فيه وبتشرف ان انا بمثله دلوقتي. شركة استادات، وبجانب التحليل طبعا في قناة اكسترا نيوز. فانا شايف انه مشوارك هيبقى كامل، وربنا هيديلك كل اللي انت بتحلم بيه طول ما انت بتتعب. ال 24 قراط اللي اتقال عليهم في حسين الشربيني بالظبط، بس مشكلين ان شاء الله. صح. انا اسلام هضطر ان انا اطلب منك انك تنورنا تاني، بس المره الجايه عايزين ناخد موضوع الاكاديميات ده جوه شويه بعمق اكتر، شكله وعيوبه ومميزاته، تدخلات اولياء الامور، ضغوط اولياء الامور اللي بتعملها. هنتكلم عن الاكاديميات وقطاعات الناشئين وازاي والفرص، وازاي نبقى ما نضغطش على الولاد، وازاي حلم الاحتراف، لانه الامور بقت اصعب من زمان، لان الدول الاوروبيه بقت شروطها بقت صعبه في موضوع الاحتراف. لكن ممكن الولد يبني مستقبله من هنا ويبدا. لا والمنافسه السوق الافريقي بقى مرعب طبعا. الافريكان بتطلع عندها 16 17 سنه، بص الراس الاخضر عامل ازاي، وده برضو هنتكلم فيه موريتانيا عامله ازاي، نفتح المجال من الولاد من بدري، ويبقى في دور للدوله ان شاء الله مع الانديه، ازاي هم يساعدوهم ان هم يقولوا لهم افتحوا. يا رب نورتنا يا اسلام. طيب انا انبسطت اني كنت معاك جدا، انبسطنا جدا وشكرا، واسف لو ازعجتك خالص. احنا اللي ازعجناك، احنا اللي طولنا عليك. ميرسي يا اسلام، نورت حبيبي، ميرسي جدا.